السلام عليكم يا شباب اولى ثانوي. دلوقتي ميعادنا مع اخر مراجعه اللي هنراجع فيها على شابتر 2. كان في 4 دروس مهمين قوي بتوع الاتموسفير. انا هنا هبدا احل معاكم وارجع لكم الافكار بتاعت الشباتر كلها مربطها سوا عشان ما تبقاش فيه اي فكره واقعه منك يا دكتوره. الاول يا صديقي نفتكر ما هو الاتموسفير. كنا بنقول الاتموسفير ده دلعه جاس انفلوب، غلاف خاسات. ليه يا دكتور؟ لان لو دي الكره الارضيه بتلاقي حواليها الاتموسفير حبة هواء. الهواء ده كان ارتفاعه فوق سطح الأرض 1000 كيلو متر، فكنا بنقول عليه غلاف خاسات أو جاس انفلوب، شوية خاسات بتحيط بالكرة الأرضية. طب دكتور، نبدأ نفتكر بقى الخاسات دي وعلاقتها بحاجة اسمها الجرافيتي. طب تعالى نبدأ بالراحة. أول سؤال بيقول لك scientific term، إيه هي الخاسات اللي بتحيط بالكرة الأرضية؟ طبعا ده الاتموسفير. طب فكرني بقى، ليه الخسائر حوالين الكرة الأرضية ما بتهربش؟ شطور. تقول لي عشان الجاذبية. طب استنى بقى، عشان فكرة الجرافيتي دي أو الجاذبية ليها رقمين يهموني إنك تبقى عارفها. بص يا صديقي، كان في حاجة اسمها قوة الجاذبية وسرعة الجاذبية. يعني الأرض بتشد الحاجة بقوة قد إيه؟ دي كان رقم محفوظ 9.8. الأرض بتشد أي حاجة بقوة 9.8، دي اسمها قوة الجاذبية الأرضية. طب يعني ايه سرعة الجاذبية؟ يعني لو سبت القلم ده يقع على الأرض هيقع بسرعة كام؟ 11.2. فاوعى تنسى، في قوة الجاذبية 9.8، سرعة الجاذبية 11.2. طب دكتور فكرني، ال 11.2 دي عند الدكاترة ليها اسم علمي، اسمها الفي اسكيب. عارف يعني ايه اسكيب؟ سرعة الهروب. ما هو لو انا برمي صاروخ للفضاء، الصاروخ عشان يهرب من الارض ويهرب من الجاذبيه سرعته لازم تبقى اكبر من 11.2. ما دام الارض بتوقع الحاجه بسرعه 11.2 هخلي الصاروخ يجري بسرعه اكبر من كده فيهرب من الجاذبيه. فكانوا بيسموها سرعه الجاذبيه او فيلوستي بتاعه الاسكيب. الاسكيب فيلوستي يعني سرعه الهروب. حتى كان تعريفها أقل سبيد بيحتاجها أي مولكيول عشان يسكيب من الفلوستي، اسمها السكيب فيلوستي أو الفي إي. طب معلش بقى، الصاروخ وهو بيجري، الجاسس بتاعت الأتموسفير وهي بتتحرك، كل حاجة ليها سرعة. فاكر السرعة بتاعت أي حاجة في الكون كان اسمها الإفكتيف فيلوستي. كلمة إفكتيف فيلوستي دي معناها السرعة الحقيقية بتاعت أي حاجة. سرعة الصاروخ، سرعة الجاسس، كان رمزها الإفكتيف فيلوستي في ار ام اس. سرعة الهروب الفي سكيب اسمها في اي. طب السرعة الفعلية بتاعت أي مادة في الكون اسمها الإفكتيف فيلوستي في ار ام اس. اوعى تنسى الرموز. طب دكتور، لو جيت بقى أسألك، احنا كده عندنا سرعتين يفرقوا معانا. طب احنا قلنا الخسات ما بتهربش بسبب الجاذبيه، صح؟ يعني سرعه الخسات الفعليه الافكتيف فيلوستي اقل من سرعه الهروب. الصاروخ بيهرب من الجاذبيه عشان سرعته اعلى من سرعه الهروب، انما الخسات اكيد سرعتها اقل من سرعه الهروب عشان كده ما بتهربش. افتكرتوا الفكره؟ طب لو كده اقول لك الاتموسفير ما بيبعدش ليه عن الارض؟ تقول لي عشان الجاذبيه الارضيه، صح؟ عشان الارض عندها الاسكيب فيلوستي عاليه. سرعه الهروب من الارض عاليه، مش اي حد يوصل لها. والفي ار ام اس اللي هي السرعه الحقيقيه بتاعت اي مولكيول في الهواء قليله. المولكيول بتمشي بسرعه قليله والهروب محتاج سرعه عاليه، يبقى كل دوت ما يخليش الخسائر تهرب من الجاذبيه الارضيه. طب قول لي الافكتيف فيلوستي بتعتمد على ايه؟ السرعه الحقيقيه بتاعت اي خاس في الهواء بتعتمد على حاجتين، الماس والتمبريتشر، الاثنين سوا. بالبلدي لو انا جبت مولكيول صغير ومولكيول كبير، طبعا كل ما يبقى جبت واحد بكرش هيجري ببطء، فالماس كل ما تزيد السرعه بتقل. والتمبريتشر لما بسخن كاس واديله انرجي بيتحرك اسرع، فالسرعه الفعليه بتعتمد على حاجتين، ماس وتمبريتشر. طب سرعه الهروب بتعتمد على حاجه واحده، الجرافيتي. الجاذبيه بقوتها قد ايه؟ سرعه الهروب بتخلي اي حاجه تمشي بسرعه جاذبيه 11.2، هي الجرافيتي بس اللي بتاثر في الهروب. يبقى الافكتيف بيأثر فيها حاجتين، الاسكيب حاجه واحده. طب قول لي الافكتيف فيلوسيتي بتاعت الاو 8 16 والاتش 11 مين اعلى؟ طبعا او 8 16، 8 دي اسمها اتوميك نمبر وال 16 ماس نمبر، فالاوقايه وزنها مثلا 16 جرام، الاتشايه وزنها 1 جرام، مين ماس اكبر؟
طبعا الاو عندها ماس اكبر. طب لما تكون ماس كبيره يبقى هتمشي بالراحه، دي اتوم كبيره هتجري على مهلها، فالافكتيف بتاعتها هتبقى اقل مش اكبر، يبقى ده سؤال خطا. طب اللي بعده، ايه علاقه الماس بالسكيب فيلوسيتي؟ اوعى تتلخبط، الماس يا رجاله بتاثر على الافكتيف، السكيب بتتاثر بالجاذبيه بس. يعني الماس ملهاش دعوه بالسكيب خالص، الماس ملهاش دعوه بالسكيب، علاقه كونستانت. الماس لها علاقه بالافكتيف، السكيب كرافتي بس ملهاش دعوه بالماس. فتزود ماس تقلل ماس، الارض بتشت بسرعه ثابته، ملهاش دعوه بالماس. طب قول لي، لو الافكتيف بتاع الفلوسيتي بتاعت الكاس اللي تخليه يهرب من الارض، عايز حاجه تهرب من الارض، طب الارض بتشت بسرعه 11.2، يبقى الخاس عشان يهرب يجري بسرعه اكبر منها 12. طب وات هابن لو الافكتيف فيلوسيتي اعلى من سرعه الار ام اس اللي هي السرعه الحقيقيه؟ لو الجاذبيه اعلى من سرعه الخاسات الفعليه، يبقى الجاسس كانت اسكيب فروم gravity، لان هو سرعته الفعليه اقل من الجاذبيه. طب لو العكس، الخاس بيجري بسرعه اعلى من الاسكيب، يبقى الجاس كان اسكيب فروم gravity. طب كيف ريسون؟ طبعا الميركوري اول كوكب في المجموعه الشمسيه، الميركوري عطارد، ده الكوكب الوحيد اللي ما فيهوش هواء. ليه؟ اقول لك عشان الفي سكيب بتاعته قليله، فحيث ان سرعه الهروب بتاعته قليله قوي، فاي خاس بيعرف يهرب منه، فهو عنده كده لو اسكيب فيلوسيتي او لو جرافيتي يعني. طب يلا يا صديقي، بعد ما افتكرنا فكره الجاذبيه تعال بقى نفتكر ايه اهميه الغلاف الجوي. كان الغلاف الجوي ليه 3 اهميات. اول حاجه بيحمينا من اشعه الشمس الضاره، تاني حاجه بيظبط حراره الارض عشان لما الارض بتسخن الهواء بيسحب منها الحراره وبيطلع لفوق، واخر وظيفه بيحمينا من النياسك والحاجات اللي واقعه من الفضاء. فقول لي حاجه مش من وظائف الاتموسفير، بيحمينا من اشعه الشمس الضاره اللي اسمها يو في، بيحافظ على درجه الحراره لانه لما بيسخن الارض بتبقى سخنه قوي، كان الهواء اللي لاسق في الارض بيسحب الحراره ويتحرك لفوق. حتى كان حركه الهواء لفوق لما يسخن كان اسمها ثيرمال كونفكشن كارنت. اوعى تنسى، الهواء لما يلاقي الارض سخنه ويسحب الحراره فالهواء يسخن ويطلع لفوق، حركه الهواء لفوق اسمها ثيرمال كونفكشن كارنت، اسمها ثيرمال كونفكشن كارنت. كلمه ثيرمال يعني حراره، كونفكشن يعني ايه كونفكشن؟ فاكر؟ حمل، لان الهواء هو طالع بيحمل الطيور معاه، فاسمها ثيرمال كونفكشن كارنت. طب هل يا دكتور الهواء ليه علاقه بالووتر سايكل؟ اكيد حبيبي، ما الهواء ده فيه بخار ميه بتطلع تعمل سحب، فبيساهم في الووتر سايكل اللي هو عمليه الكوندنسيشن بتاعت بخار الميه عشان يبقى سحب. انما هل الهواء بيسيطر على الجاذبيه؟ لا، ده الجاذبيه هي اللي بتسيطر على الاتموسفير مش العكس. طب دكتور، انه جمله صح عن السولار راديشن؟ هل الغلاف الجوي ريتين يعني يمنع كل الشمس اللي جايه للارض؟ لا، مفيش شمس بتوصل. الاتموسفير بيمنع بارت من الشمس اللي جايه للارض، بارت ده اللي هو اليو في لايت، ده بس اللي ما بنخلوش يوصل، انما الفيسبل لايت بيوصل. طب تعالى بقى نفتكر تركيب الغلاف الجوي. الغلاف الجوي كان فيه 6 خاسات، نفتكرهم حبه حبه. اول خاص كان النيتروجين، نسبته 78% من الغلاف الجوي، دي يعني 4 اخماس الهواء يا جماعه. وجاز خاص انرت يعني ما بيتفاعلش. النيتروجين في الهواء نسبته كتير قوي، ما بيتفاعلش مع اي حاجه لان هو خاص انرت. انرت يعني ان اكتف، ما بيحبش يعمل رياكشنات. فرغم ان هو كتير في الهواء، بس بتلاقي المركبات بتاعته قليله قوي قوي قوي. ليه يا دكتور؟ لان هو ما بيتفاعلش. النيتروجين انرت، ما فيش اي مركب فيه نيتروجين بيتكون بسهوله في الهواء، لان النيتروجين ما بيتفاعلش مع حاجه. فالنيتروجين كتير بس مركباته قليله. كان عشان يتفاعل محتاج يا اما حراره عاليه جدا زي درجه حراره 2000 اللي فوق هواء في الهواء قوي، يا اما برق. لما يجي برق النيتروجين بيتاكتف ويتفاعل، مفيش لايتنج او مفيش برق ما يتفاعلش. تاني خاص كان الاكسوشين. فاكرين الاكسوشين يا رجاله؟ كان الاكسجين نسبته 21% اللي هي خمس الهواء، لانك لو تفتكر الاثنين دول مع بعض كانوا تقريبا 99%، وكل الخاسات اللي باقيه تقريبا 1%. فده 4 اخماس وده خمس الهواء. وكان الاكسجين اكتف، بنستخدمه في السيل ريسبيريشن يعني الحلق بتاع الاكل جوه الخلايا. كومباشن يعني ايه؟ احتراق.
ان انا لما اجي اولع في ورقه او في خشب كان الاكسجين يساعد على الاحتراق. اي رياكشن في المصانع بيحتاج اكسجين. تالت غاز كان الاريكون، رمزه AR وده نسبته 0.9 وكان انرت. واوعى تنسى ان الغازات الانرت اللي هم النيتروجين والاريكون كانوا يطفوا الشمعه. اي غاز انرت يا جماعه ما بيتفاعلش، لو حطيته على حاجه مولعه يطفيها. واخر واحد الكربون دايوكسيد 0.04 وده بيحتاجه النبات في الفوتوسينثيس. طيب قول لي بقى مين اكتر غاز في دول اكتف؟ طبعا الاكسجين هو اللي اكتف. النيتروجين نسبته 78% من ايه؟ من الماس ولا الويت ولا الفوليوم بتاع الهواء؟ الفوليوم. كمع الارقام دي نسبه من حجم الهواء، الهواء حجمه 1000 كيلومتر، فاحنا بنشوف الغاز النيتروجين 78% من حجم الهواء من ال 1000 كيلومتر، مش من الماس، اوعى تتلخبط. طب نسبه الاكسجين تقريبا خمس الهواء 21%. طب اللي بعده يا دكتور بيقول لك مين من العمليات دي بتكون نيتروجين في الهواء؟ عايز اكون نيتروجين في الهواء. طب بص، النيتروجين كان بيطلع ازاي في الهواء؟ من تحلل الكائنات الحيه لما تموت. ازاي؟ افكرك، قلنا احنا لما بنموت بيجي بكتيريا تحلل جسمنا. البكتيريا دي بتحلل جسم الانيمال والبلانت لما يموتوا، دي عشان تفضل عايشه بتسحب اكسجين، لان احنا قلنا الاكسجين بيفيد قوي في عمليات الحرق، وتقوم مطلعه غازين كربون دايوكسيد ونيتروجين، فالنيتروجين بيطلع من الاجسام المتحلله عادي جدا. طب اللي بعده الصوره دي يا جماعه عمليه برق، لايتنينج. طب قول لي اللايتنج ده لما يحصل النيتروجين اوكسيد في الهواء. دكتور احنا قلنا النيتروجين نفسه كان غاز انرت خامل، لما يحصل برق البرق ده كان بينشط النيتروجين فيخليه يتفاعل، فلاقي مركبات النيتروجين بدأت تكتر. بعد البرق بتبدأ المركبات تكتر. هي المركبات كده كده قليله، بس بعد البرق النيتروجين بينشط شويه، البرق ده بيدي طاقه كتير يخلي النيتروجين يتاكتف فيبدا يتفاعل فيبدا يعمل مركبات. ثاني النيتروجين يمسك في الاكسجين يعمل نيتروجين اوكسيد، هيبدا يزيد بعد البرق. طب اللي بعده بيقول لك الارجون والكربون دايوكسيد النسبه ما بينهم كام؟ ده كان 0.93 وده كان 0.05 04. لو حبيت تعمل ريشيو ما بينهم هتطلع الريشيو اخر واحده. طيب احنا كده يا دكتوره افتكرنا شويه خاسات من اللي في الهواء، اول 4. نخش على الخاس رقم 5 اللي هو الووتر فيبر. الووتر فيبر طبعا اقل من 1%. الووتر فيبر يا جماعه بيبقى موجود فين؟ وافكرك، هل الووتر فيبر نسبته ثابته في الهواء؟ لا، الووتر فيبر يا دكاتره كان نسبته قليله جدا في الهواء، بتعتمد على البليس. يعني ايه يا دكتور بتعتمد على البليس؟ يعني لو حضرتك قاعد في مكان جنب البحر هيجي نور الشمس، الميه اللي في البحر هتتبخر يبقى فيه ووتر فيبر. طب لو انا في صحراء هيبقى فيه شمس بس ما فيش ميه تتبخر فما فيش ووتر فيبر. فالووتر فيبر بيعتمد نسبته على حسب المكان اللي انت فيه، جنب بحر ولا لا. والووتر فيبر لما الميه بتتبخر من البحر بتطلع في التروبوسفير. التروبوسفير دي اول طبقه في الهواء اللي هي تعتبر اول 10 كيلو متر في الهواء. انتوا عارفين الهواء 1000 كيلو، اول 10 اسمهم تروبوسفير. بخار الميه يا جماعه ما بيطلعش لاخر الهواء، بيطلع اول 10 كيلو متر ويعمل سحب، بعد ال 10 كيلو متر يبقى فيه سحب. طب دكتور ايه اهميه بخار الميه؟ اولا بخار الميه ده يا جماعه كان بيأثر في حاجه اسمها الهيوميديتي، الرطوبه. الرطوبه يعني نسبه بخار الميه في الهواء، وكنا بنقيسها بكاس اسمه هايكروميتر. هايكرو مش هايترو، هايترو بتاعت التنستي، هايكرو بتاعت الرطوبه. ده بيبقى كاس عامل زي ساعه تعلقه في الاوضه تشوف نسبه بخار الميه اللي في الهواء كام الرطوبه. طب دكتور ليه؟ عدت معايا 3 اهميات لبخار الميه في الهواء او للرطوبه. بيتحكم في الوسر والكلايميت، يعني في المناخ والطقس. وسر يعني طقس، كلايميت يعني مناخ. لا يا دكتور، اصل لو الرطوبه عليت في الهواء، اللي هو الهواء فيه بخار ميه كتير، قاعد في اسكندريه والميه اتبخرت من البحر وبخار الميه كتير، ده يا صديقي بيبدا ياثر جدا، يخلي الجو فيه رطوبه عاليه والناس عرقانه، فده بيأثر في الطقس بتاع اليوم. طب دكتور هسألك، هو عشان الرطوبه تعلى، لازم درجه الحراره بتاعت الهواء تبقى عاليه، الشمس قويه تبخر الميه، والضغط بتاع الهواء يبقى قليل، يعني مفيش هواء ضغط على الميه فالميه تعرف تتبخر بسرعه. فاوعى تنسى ان بخار الميه بيأثر في الطقس والمناخ، لان هو بيتحكم في الرطوبه. الرطوبه دي بتأثر على النبات وعلى الانسان، هنشرحها. فهو بيأثر في الطقس والمناخ لانه بيتحكم في الرطوبه اللي بتأثر على النبات والانسان. بس عشان الرطوبه تعلى لازم الجو يبقى حر وضغط الهواء يبقى قليل، فالهواء سخن يسخن الميه ومفيش ضغط
عالي على الميه فتعرف تتبخر ويطلع ووتر فيبر يسوي الرطوبه. طب دكتور فكرني، هل الووتر فيبر بيفضل يطلع من الميه الا ما لا نهايه؟ لا، الووتر فيبر الميه لما بتقعد تتبخر بتقعد تملى ال 10 كيلو متر الاولانيين في الهواء. عند نقطة معينة بيكون ال 10 كيلو متر دول اتملوا بخار ميه ووصلنا لحالة اسمها الساتيوريشن أو التشبع، يعني الهواء كله بقى ووتر فيبر، يعني الهواء بقى 100% منه في ووتر فيبر شبعان. حتى كنت بقول لكم لما بنيجي نرسم بخار الميه في صورة جراف كنا بنعملها كده، إن الرطوبة بتقعد تعلى تعلى لحد ما ال 10 كيلو متر الأولانيين في الهواء يتملوا بخار ميه، ساعتها هنكون بقى سحب خلاص. فخلاص بعد كده مش هيبقى فيه بخار ميه تاني، ليه؟ لان بخار الميه ملى الهواء بنسبه 100%. فيسموا النقطه دي نقطه الساتيوريشن او حاله التشبع ببخار الميه. فاول حاجه في الووتر فيبر بيأثر في الرطوبه. تاني حاجه في النباتات، قلنا عشان نفتكر النباتات اللي ازاي بتتأثر بالرطوبه، تقارن ما بين النباتات اللي في الاماكن الاستوائيه واللي في الاماكن الصحراويه. في الاماكن الاستوائيه الحراره عاليه فبنبخر ميه كتير، وانت عارف خط الاستواء بيبقى فيه انهار وبحار كتير. طب لما الحراره تبقى عاليه تبخر ميه كتير فالرطوبه تبقى عاليه. في الصحراء الحراره عاليه بس مفيش بحر فالرطوبه بتبقى قليله. طب دكتور لما يكون الهواء مليان رطوبه في حاله ساتوريشن، الهواء 100% ووتر فيبر، ساعتها النبات بيبقى عنده مشكله. هي مشكله وميزه. الاول نتكلم عن الميزه. لما بخار الميه بيبقى كتير في الهواء بيعمل سحب، السحب تجيب امطار، فالامطار دي تخلي الشجر يكبر بسرعه فيبقى في غابات. طبعا في الصحراء مفيش ميه بتتبخر فمفيش سحب فمفيش امطار، فتلاقي النباتات هناك صحراويه. فدي الميزه، ان هي في الصحراوي مفيش نباتات، بس في الاستوائي في نباتات كتير وفي غابات. دي بتفرق ازاي بقى في شكل النباتات اللي في الاماكن الاستوائيه، حيث ان الرطوبه عاليه فتلاقي النبات الروت صغنن. ليه حجم الروت صغير؟ في الغابه تلاقي الروت قصير، ليه؟ لان كده كده حواليها ميه، ما الميه عماله تتبخر تعمل سحب تجيب امطار فتملي في ميه في الارض، فالروت مش محتاج يبقى كبير. عارف في الصحراء مفيش امطار فتلاقي الصباره الروت بتاعها طويل جدا بيجري في الارض يحاول يشوف اي ميه، فهنا الروت بيبقى طويل قوي. حجم الورقه هنا كبير، تلاقي في الغابه الشجره الورقه كبيره قوي. لا يا دكتور، لان الشجره لما يكون ورقها كبير رغم انها في الغابه وورق كبير مش بتبخر ميه. حد فاكر ترانسبيريشن تبخر الميه من النبات؟ تقول لي لا يا دكتور مش بتبخر ميه. اقول لك يا ابني احنا في الاماكن الاستوائيه الهواء اوريدي 100% ووتر فيبر، شمس عماله تبخر ميه فالهواء بيه في حاله ساتوريشن مليان بخار ميه. طب لما يكون الهواء 100% ووتر فيبر هل النبات هيعرف يبخر له ميه تاني؟ لا طبعا، ما الهواء مليان مش هعرف اديله، ما هو مليان على اخره، مش هعرف احط له ووتر فيبر تاني. فرغم ان ورق الشجر هنا بيبقى كبير بس تبخر الميه من النبات ما بيتمش، ما بعرفش ابخر ميه. تقول لي طب ده الورقه كبيره المفروض يتبخر منها ميه كتير. مفيش ترانسبيريشن، ليه؟ لان في تشبع بالووتر فيبر. طب دي ميزه ولا عيب؟ دي عيب بقى. ليه يا دكتور؟ لان المفروض لما ببخر ميه بسحب خيرها. طب انا ما بخرتش هيقل امتصاص الميه والاملاح من الارض، فالشجر اللي في الغابات ما بيسحبش ميه وملح كتير. ليه؟ لانه ما بيبخرش. فالميزه في الشجر اللي في الغابات ان الرطوبه عاليه فميه كتير تعمل سحب تجيب امطار يطلع شجر كتير والروت قصير. بس العيب ان رغم ان ورق الشجر كبير مفيش تبخر، لان الهواء مليان فمفيش تبخر يبقى مفيش سحب، فمفيش ميه بتتبخر فمش عايز فيها اسحب ميه واملاح كتير من الارض. انما في الغابه بسم الله ما شاء الله احنا في حاله جفاف، فتلاقي هنا الورق سبايني. سبايني يعني شوكه، عارفين الشوكه بتاعت الصبار؟ الشوكه دي ورقه الشجر. طب ليه يا دكتور شوكه؟ لان الهواء ما فيهوش بخار ميه فممكن النبات يبخر الميه اللي عنده بسرعه، فهو بيبخر بسرعه لان الهواء ناشف فسهل اديله ووتر فيبر. طب انا مش عايز اديله ووتر فيبر فخلي الورقه رفيعه، الرفيعه دي شوكه ما تبخرش ميه كتير، فيقدر النبات يبخر على قد ما يقدر ويسحب مكان اللي بخره بس بيسحب بالعافيه. فده تاثير الرطوبه على النباتات. على الانسان بقى، قلنا الانسان عشان يعيش في رطوبه مناسبه لازم يبقى نسبه الرطوبه في الهواء من 40 ل 50، نقيسها بالهايكروميتر يبقى متوسط الهواء 50% رطوبه، مش 100% ولا 10%، 50. لا تزيد عن 60 ولا تقل عن 40، 50. طب ايه اللي يحصل بقى لو يا صديقي الرطوبه الاوبتيمم المناسبه، اوبتيمم يا جماعه يعني المناسبه اتغيرت، ما بقتش رطوبه حلوه، ايه اللي يحصل؟
مثلا قعدت في رطوبه عاليه اللي هو الهواء مثلا 100% رطوبه، يا نهار اسوح، ساعتها انت جسمك يبقى سخن. المفروض لما بنسخن بنعمل عرق، العرق ده نقط ميه بتسحب الحراره وتتبخر. طب لو الهواء رطوبه 100%، نقطه الميه بتاعت العرق مش هتعرف تتبخر، ما الهواء مليان، فهيقل تبخر العرق، فحراره جسمي هتفضل سخنه والعرق مش هيبرد الحراره، فهيفضل جسمي سخن، فهبقى حران، هبقى تعبان، ممكن يجيلي هيت اكسهوست يعني يخش في حاله اخماء بسيط بسبب السخونيه. ولو الموضوع طول هيجيلي هيت ستروك يعني غيبوبه لمده طويله بسبب السخونيه. ده لو الرطوبه عاليه. طب لو الرطوبه قليله، الرطوبه قليله يا جماعه يبقى الموضوع اوحش. لو الجو 0% رطوبه، قاعد في اوضه ناشفه ما فيهاش اي رطوبه، ساعتها انت وقعت الهواء ناشف، فتلقائي جسمك هيبدا يخرج ميه، يبخر ميه للهواء، سواء بقى من العرق تلاقي جلدك عمال يبخر ميه لان الهواء ناشف، سواء من الرئه انت وبتتنفس. مش احنا بنتنفس في ووتر فيبر بيطلع، تشوفه انت ورايح المدرسه الصبح في الشتاء تلاقي نفسك ووتر فيبر، وعلى اساس العربيه وبحبك يا منى، ده حبيبي تبخر لان الهواء ناشف فالرئه بتطلع ميه. الكارثه بقى الميوكس ممبرين. عارف الميوكس ممبرين؟ اللي هو الخلايا بتاعت المناخير من جوه، دي المفروض بتعمل ميوكس اللي هو بريبور يعني عشان يخلي الدنيا رطبه. لو انا قاعد في جفاف الميوكس ممبرين هيبخر الميه اللي عنده، فالميوكس ممبرين هينشف فمش هيبقى فيه بربور. طب وده يعمل ايه؟ لا قاعد بقى معايا، انت كده كده كل الميه في جسمك اتبخرت، فتلاقي اولا جلدك بقى مقشف، يقول عليك يا واد يا مقشف، تراي سكين، شفايفك مشققه، شابت لبس، شفايف مشققه. وكمان لما بخار الميه من الميوكس اللي هو من مناخيرك يعني يطلع ومناخيرك تبقى ناشفه، فما فيش ميوكس. انت عارفين الميوكس ده جهاز مناعه، لو في ميكروب داخل بيلصق في البربور ويخرج الميكروب. طب لو ما فيش بربور الميكروب هيخش على طول على الرئه يعمل لي ريسبيراتوري انفكشن يعني امراض وعدوى في الرئه. فحبيبي بخرت من جلدك، بخرت من اللنج، بخرت من الميوكس ممبرين، انت دخلت في كوارث. ولو الموضوع طول قوي هيجي لك تي هايدريشن، الميه اللي في جسمك كلها هتتبخر، فيجي لك تي هايدريشن يعني جفاف. طب مين اللي بيتاثر بالجفاف؟ اولا لو عندك جفاف هتخش في توخه، وهيجي لك كدني فيلر يعني فشل كلوي، لان كلك جفاف فمفيش ميه في جسمك فالكلى اتاثرت فجه فشل كلوي. طب دكتور عشان ما يجيلناش فشل كلوي لو الرطوبه قلت، لان دي حاجه اوحش، كان مخنا بيحاول يظبط العمليه دي ازاي؟ افكرك. مخك لما يحس ان الميه في جسمك خلاص قلت قوي وهيجيلك جفاف، ينده على الكلى، يلاقي الكلى فيها ميه ورايحه تعمل بيبي، يقول لها يا كلى اوعي تعملي بيبي، الواد عنده جفاف، لو عملتي بيبي الميه هتخلص. فيبدا المخ يقول للكلى رجعي الميه من اليورين، توديها فين؟ وديها للدم. تقول لي ما اليورين كده ما فيهوش ميه. اليورين هيبقى كونسنتريتد يعني في ملح كتير قوي وبقي فيه نسبه ميه قليله جدا، لان خدت الميه اللي في اليورين حطيتها في الدم، فيبدا ضغط الدم يعلى والدم يمشي كويس، ونحافظ على الميه في جسمنا عشان ما نخشش في الكدني فيلر. عارفين بقى القصه اللي احنا شرحناها دي ان الجسم يحافظ على الميه، ده كان اسمه ايه؟ اسمه ريكيوليشن. اسمه ريكيوليشن. اسمه ريكيوليشن يعني جسمك حافظ على الميه في جسمه. او ليها اسم تاني غير اسمه ريكيوليشن، هيدروستاتيك بالانس. اسمه ريكيوليشن هي هيدروستاتيك بالانس يعني ظبط كميه الميه اللي في جسمي. طب اللي بعده بيقول لك لو الرطوبه عليت في الانسان، والله يا دكتور الرطوبه العاليه في الانسان تخليه حران على طول وحراره جسمه تعلى، فدي مشكلتها. طب قول لي ايه اللي بيوصف الحراره والرطوبه في الكائنات اللي عند خط الاستواء؟ النباتات الاستوائيه بيبقى التمبريتشر عاليه واكيد الرطوبه عاليه، فاكيد يا صديقي الاقي التمبريتشر عاليه والرطوبه عاليه، فالاتنين بيبقوا عاليين في الاماكن الاستوائيه. التاني حر بتبخر ميه فالووتر فيبر بيكتر في الهواء. تعال بقى نشوف اخر خاص في الغلاف الجوي، خاص الاوزون يا صديقي. طبعا ده كان خاص رمزه O3، كان بيترسم ازاي؟ O ماسكه في O ماسكه في O، يبقى فيه 2 بوند، اوعى تنساه. الخاص ده كان فيه منه نوعين، اوزون حلو واوزون وحش. الحلو يا صديقي ده كان موجود في طبقة الاستراتوسفير. الاستراتوسفير دي اللي هي من ارتفاع 10
ل 55 كيلو متر فوق الارض. يعني سيب اول 10 كيلو اطلع هتلاقي الاوزون موجود، ده الاوزون الحلو لحد 55. بس كان اكبر كميه اوزون ما بتبقاش في المساحه كلها، بتبقى من 15 ل 35. من 15 ل 35 في اوزون كتير، بس هو موجود في مساحه من 10 ل 55 بس متمركز في النص، ده الاوزون الحلو. الوحش بقى كان في طبقه التروبوسفير اللي هي اول 10 كيلو متر فوق الارض. اول 10 مش عايزين فيهم اوزون. الاوزون الحلو يبقى من 10 وانت طالع من 10 ل 55. طب دكتور الاوزون ده كان وظيفته بيحمي الارض من اشعه الشمس الضاره اللي اسمها الالترا فايولوت راي. طب دكتور معلش، اشعه الشمس دي مضره ليه؟ افكرك، احنا قلنا نور الشمس اللي بيجي للارض عباره عن الكترونز. طب لما نيجي نبص على الكترونات خارجه من الشمس رايحه للارض، قلنا كل ما الالكترون يبقى عنده انيرشيا عاليه بيبقى حجم الويف بتاعته قليله. الالكترونات بتاعت اليو في بتبقى انيرشي عاليه قوي، الالكترون عنده طاقه عاليه قوي وعامل ويف قليله عن اللي جسمنا يستحملها. طب فاكر الويف القليله كان بيبقى حجمها كام؟ اقل من 240 نانومتر. اقل من 240 نانومتر، يعني 240 دي ما يوصلهاش. فتلاقي الويف قصيره قوي، ومعنى ان الويف قصيره يبقى الانيرشيا عاليه، فالالكترون ابو انيرشيا عاليه ده لو دخل في جسمنا يجيب امراض. فعشان كده بنقول ان الاوزون شيلد او درع حمايه، درع كده طبقه حمايه حوالين الارض. طب دكتور فكرني، هو الاوزون اصلا اللي بيحمينا الحلو ده كان بيتكون ازاي؟ امرها سهل. الالكترونات المضاءة عاليه بتاعت الشمس لما بتيجي تقرب من الارض تخبط في غاز الاكسجين تقوم مكسراه، بدل O2 يبقى OO. الاوهات كده بقيت سنكل. طب هل السنكل مرتاح؟ لا. فتلاقي كل اوقايه سنكل اتفاعلت مع اي اكسجين من الهواء، O مع O2 اتكون O3. فتكوينه كان سهل، كسر الاكسجين يطلع O سنجل، مسكه في اكسجين يطلع الاوزون. بس انتوا بتنسوا بقى اسماء المرحله. يعني انتوا كلكم بتفتكروا الاكسجين اتكسر وبعد كده عمل اوزون. اول مرحله بتاعه تكسير الاكسجين اسمها فوتو ديسوسيشن، مهمه قوي. فوتو ديسوسيشن، فوتو يعني لايت، ديسوسيشن يعني تحليل، بحلل بالضوء، بحلل بنور الشمس. الكترونات نور الشمس كسرت او حللت الاكسجين خلته او. بعد كده كونا من الاو ديت الاوزون. فده كده غاز الاوزون الحلو بيتعمل ازاي وموجود فين؟ طب فكرني بقى، ليه طبقه الاوزون الحلوه دي بيحصل لها تبليتد يعني استهلكت او استنسفت؟ طبقه الاوزون بتستنسف بسبب 3 حاجات احنا بنستخدمهم. اول حاجه التراديشنال كليننج برودكت، المنظفات. قلنا المنظفات زي الكلور بالبلدي، الكلور ده يا معلم بيطلع غاز اسمه الكلور، في ناس بتشمه وتعمل دماغ كلور. قلنا الكلور ده وحش، لان المنظفات اللي فيها كلوراين او برومين، الCl او الBr، دي مخاسات لما بتطير في الهواء بتتفاعل مع الاوزون تبوظه. فاول حاجه تبوظ الاوزون المنظفات. تاني حاجه الاجهزه الكهربائيه زي الثلاجه والتكييف، الاير كونديشنر، لان الغساله والتكييف بيبقى فيهم غاز اسمه CFC، كلوروفلورو كربون، اللي هو غاز الفريون. الغاز ده بيطلع يتفاعل مع الاوزون يبوظه. فالمنظفات وحشه، ثلاجات وغسالات وتكييفات وحشه. تالت حاجه تبوظ الاوزون طفايات الحريق، لان طفايات الحريق فيها غاز اسمه هالون، هتنسوه. الهالون ده فيه برومين الBr، وقلنا ان الBr ده موجود برضه في المنظفات وفي طفايات الحريق، يطلع يتفاعل مع الاوزون يبوظه. فالمنظفات، ثلاجات وتكييفات، طفايات حريق، دول اللي بيبوظوا الاوزون. طب دكتور ايه المشكله لو الاوزون الحلو اتاكل يعني كميته قلت؟ ده يا صديقي هيخلي اليو في لايت يوصل للارض. طب لو اليو في وصل للارض يعمل امراض، ودي مهمه قوي بتيجي في الامتحانات. امراض في الجلد زي ايه؟ قلنا اليو في لما بيخش على خلايا الجلد بيبوظ الDNA. لو الDNA باظ يجي حاجه اسمها ميوتيشن او طفرات في الDNA، يعني تغير في الDNA. الطفره دي تؤدي لسكين كانسر وسرطان الجلد، اسمه العلمي ميلانوما، اسمه العلمي ميلانوما، اسمه العلمي ميلانوما. طب دكتور تاني حاجه بيأثر عليها اليوفي لايت غير الجلد، جهاز المناعه. تقول لي دكتور طب وجهاز المناعه بيتأثر ازاي؟ تقول لك اصل جهاز المناعه الخلايا بتاعته لو دخلها اليوفي لايت بتبوظها، واكتر خليه في جهاز المناعه بتبوظ اسمها الهيلبر تي سيل.
بيجي لها اشعاعات اليو في تبوظ لك هذه الخلايا، فما يبقاش عندك مناعه وتبقى معرض للانفكشن او العدوى. طب تالت حاجه بيبوظها العين. عينيك يا معلم اهي، العين بتبقى عامله كده من قدام، اللي انا برسمها دي اسمها اللينس، عدسه العين. في اخر العين من ورا هنا في حاجه اسمها الريتنا، الشبكيه بتاعت العين. والمفروض عشان حضرتك تشوف الصوره تعدي من على اللينس تروح للريتنا، الريتنا تبعت اشاره للمخ تفهم ايه الصوره اللي بتشوفها. للاسف اليوفي لايت لو اتعرضت له بكميه كبيره بيكون ورا العدسه، ما بين العدسه يعني والريتنا، حاجه كده بنسميها احنا كاتاراكت. ايه يا دكتور بيتر الكاتاراكت ده؟ يعني ميه بيضة، ميه بيضة ما بين العدسه والريتنا، يجي النور يعدي يخبط في الميه البيضة فالنور ما يعديش. فدي اضرار اليوفي لايت، بتاثر على التي ان اي بتاع السكن وتجيب ميلانوما، تاثر على المناعه وبالذات خلايا تي هيلبر وتجيب انفكشن، تاثر على العين وتعمل كاتاراكت. ولكن اوعى تنسى، المفروض ان كده الاشعه بتاعه اليوفي لايت كارثيه، ولكن من رحمه ربنا وبالذات في الجلد بيبقى حاطط انزيمات اسمها تي ان اي ريبير انزيم. انزيمات الريبير دي يا جماعه موجوده في كل خلايا جسمك، عشان لو اليوفي لايت جه يبوظ الخليه ويبوظ الدي ان اي بتاعها، انزيمات الريبير تحاول تصلح العيوب. يعني لو في يوفي لايت جه وانا وقعت في المصيف، ما اكيد بتعرض للشمس والاوزون اتخرم، فلما بيجي الدي ان ايه بتاعنا يبوظ في الخلايا بسبب اليوفي لايت، في انزيمات مهمه قوي في الامتحان اسمها انزيمات تصليح، دي ان ايه ريبير، لو حاجه باظت تصلحها. الا بقى لو اشعه الشمس كانت بكميه كبيره قوي، ساعتها الانزيمات مش هتلحق تصلح. فاوعى تنسى ملاحظه الريبير. عرفنا كده مشاكل ثقب الاوزون. طب ازاي نقلل ثقب الاوزون؟ يا عم هو مش كان في 3 حاجات بيعملوا مشاكل في الاوزون؟ شيلهم. لو على المنظفات هات حاجه صديقه البيئه، او استخدم الحاجات الطبيعيه الناتشرال، الخل، البيكنج صودا، دي حضرتك منظفات كان ماما وتيتا بيستخدموها، بلاش الحاجات اللي فيها الكلوراين والبروماين. طب مش التلاجات والتكييفات كان فيهم سي اف سي خاس الفريون؟ يا عم استخدم خاس بتيل. بتيل الفريون خاس اسمه 414 ايه، ده خاس ما بيضرش البيئه. طب دكتور كان في طفايات حريق فيها الهالون اللي يحتوي على برومين، يا عم استخدم طفايات حريق ما فيهاش الهالون ابو برومين. بس كده. ده كده الاوزون الحلو بيتاكل ليه ونعالجه ازاي؟ الاوزون بقى الوحش اللي بيطلع في اول 10 كيلو متر في طبقه التروبوسفير، ده ربنا ما خلقهوش، ده بيحصل نتيجه التلوث. مين يا دكتور اللي بيعمله؟ غازات بتطلع من دخان العربيات والمصانع، NO2 SO2، يجي عليها نور الشمس تتكسر تبقى NO and O، والاس او 2 تبقى اس او انت او. الاوهات السنجل في الهواء مش حلوه، فالاوهات السنجل تتفاعل مع الاكسجين تكون اوزون. طب الاوزون في اول 10 كيلو متر هواء خطورته في ايه؟ اول خطوره على النباتات، بيعمل حاجه اسمها سموك، يعني سحابه سوداء. السحابه السوداء دي يا دكتوره ما تخليش نور الشمس يعدي، فتلاقي النباتات بدات تتاثر، لا عارفه تكبر ولا عارفه تبقى شكلها حلو، فبصت النباتات. طب خير النباتات، الاوزون في اول 10 كيلو متر بيأثر على الانسان، بيبقى توكسيك، بيعمل هيكان في العين والمناخير والصور، يعني في التهابات شديده، ممكن يعمل اسمه، يعني اسمه تنفسيه اللي هي مرض الربو، يؤدي لنيمونيا، نيمونيا يعني تآكل خلايا الكلى، ممكن في الاخر خلايا الرئه، وممكن خلايا الرئه كلها في الاخر تتاكل والانسان يموت. فهي توكسيك على الانسان كمان. طب دكتور توكسيك على مواد في البيئه، ماتيريالز كتير زي البلاستيك والربر، تقول لي ليه يا دكتور بقى بتبقى خطيره الاوزون على البلاستيك والربر؟ لانه بيعمل حاجه اسمها جرين هاوس افكت او جلوبال وورمنج. ايه يا دكتور الجرين هاوس افكت او الجلوبال وورمنج؟ احتباس حراري. كان في يا جماعه الاوزون وخمس خاسات تانية بيعملوا احتباس حراري، فاكرين خاسات الاحتباس الحراري؟ كانوا 6: CO2 CH4 CFC N2O H2O والاوزون CO2 CH4 CFC N2O H2O والاوزون. طبعا لو انت فاكر السي او 2 ده اكتر واحد بيعمل احتباس حراري، سي اتش 4 ده خاس الميثان اللي هو بالعربي خاس طبيعي، سي اف سي خاس الفريون، ان 2 او اتش 2 او والاوزون. الخاسات دي يا دكتور ازاي بتعمل احتباس حراري؟ افكرك، لو دي الارض يا صديقي والارض سخنت،
المفروض عشان حراره الارض تقل الهواء اللي لازق في الارض يسحب الحراره، فالهواء يبقى سخن يطلع لفوق وينزل مكانه هواء ساقع يسحب الحراره فالارض تبرد. طب لو في الارض بقى حطيت CO2 CH4 CFC H2O N2O والاوزون، الغازات دي حجمها كبير، يجي الهواء يا صديقي السخن يطلع ما يعرفش، فيفضل الهواء السخن قريب من الارض فحراره الارض تعلى وتعمل احتباس حراري. او معلش فكرني، الاحتباس الحراري كان كل تيكيت يعني كل 10 سنين بيساوي درجه الحراره درجه ونص في الارض، درجه ونص في ال10 سنين. فيا دكتور لما حراره الارض هتعلى ويحصل هذا الجرين هاوس افكت او جلوبال وورمنج، ده ازاي بقى بيأثر على البلاستيك والربر، يخلي البلاستيك يسيح والربر اللي هو المطاط بتاع كاوتش العربيات يسيح هو كمان ويحصل حوادث. وكان كمان هذا الاحتباس الحراري يا صديقي بيعمل ميلتنج للبر الايس، تلاقي التلج اللي عند القطبين بدأ يسيح ويسيح كأنه بلوك يعني حته تلج تتقطع من القطبين، فدي بقى بتعمل فيضانات وجفاف في اماكن وهوريكينز يعني اعاصير وانقراض لبعض الكائنات الحيه، البطريق والطب القطبي قربوا ينقرضوا بسبب الاحتباس الحراري. فده يا صديقي كان قصه الاوزون كلها. طيب تعالى نحل عليها شويه. قول لي في كام كيميكال بوند في الاوزون؟ طبعا الاوزون كان O3 ففي 2 بوند نوعهم كوفيلنت. طيب قول لي عشان اعمل الاوزون اول خطوه كان بيجي نور الشمس يكسر الاكسجين ل OO، ده كربون دايوكسيد ماليش دعوه بيه، انا عايز اكسجين اكسره. بس اللي بيكسر الاكسجين كان بيبقى الكترونات طاقتها عاليه، فالويف بتاعتها صغيره اصغر من 240، فاختار طبعا دي عشان الرقم ده اقل من 240، ما ينفعش اكتر من 240، لازم تبقى الويف طاقتها حجمها صغير عشان تبقى طاقتها عاليه. طب اللي بعده بيقول لك مين في دول ممكن يعبر عن تكوين الاوزون خلقه ربنا؟ احنا عارفين خطوات تكوين الاوزون، طب هل في معادلات من دول ممكن تحصل في الهواء؟ O2 يتكسروا يجيبوا اوزون، على فكره دي ممكنه. حبه اكسجين في الهواء يتكسروا يجيبوا اوزون، ممكنه. اكسر حبه اكسجين فيبقى في او سنجل يمسكوا في بعض يجيبوا اوزون، ممكنه. كل المعادلات دي مش في المنهج بس وارد تحصل عادي جدا في الطبيعه، مفيش ولا معادله مكتوبه غلط. طب اللي بعده تتوقع ايه اللي هيحصل للفوتوسينسيس لو في اوزون؟ الاوزون بيعمل سحابه سوداء فيبقى الفوتوسينسيس مش هيجيله شمس فالفوتوسينسيس هيقل. طب دكتور ايه الحاجه اللي بتساهم في تكوين السموك والاحتباس الحراري في دول؟ طبعا اكتر حاجه بتساهم في تكوين الاحتباس الحراري والسموك الاوزون، مفيش اوزون يبقى O3، معلش انا نسيت اظبطها. طب اللي بعده بيقول لك ال CH4 ده اللي هو CO2 CH4 غاز الميثان الغاز الطبيعي، ده لما بيقعد يزيد هيعمل احتباس حراري، فايه اللي هيقل لو الاحتباس الحراري زاد؟ سيسي تشينج هيقل ايه بقى؟ هل هيقل السحب ولا الكثاف ولا السولار راديشن اللي واصل للارض ولا السيرمال راديشن اللي بيطلع من الارض؟ ايوه صح، ما احنا قلنا لو في احتباس حراري اللي خارج من الارض مش هيعرف يخرج. تقول لي يا دكتور طب واللي خارج ده الهواء السخن، ليه مكتوب في السؤال سيرمال راديشن؟ ايوه يا جماعه، ما هو اللي طالع ده الهواء اللي طالع ده كان اسمه سيرمال كونفكشن كارنت. ولو تفتكروا كانت طاقه او الانرشي اللي في الهواء اللي طالع من الارض ده كان يساوي انرشي الاي ار. تقول لي ايه ده يا دكتور؟ الانفراريد دي انرشي قليله. ايوه ما احنا قلنا الاحتباس الحراري يا جماعه طاقه قليله، الهواء السخن ده بيبقى طاقته قليله قوي. طب اقول لك بيزود كل 10 سنين درجه ونص، فطاقته تساوي طاقه الاي ار، طاقه قليله قوي. فلو في احتباس حراري مش هنعرف نطلع الثيرمال كونفكشن راديشن او كارنت من التروبوسفير. طب اللي بعده مين في دول اكبر ويف لينس؟ طبعا اللي جاي من الشمس بيبقى هاي انرجي فبتبقى الويف لينس صغيره، ده اللي جاي من الشمس. اللي طالع بقى بقول لك زي الاي ار انرجي قليله ويف لينس كبير، يبقى اكبر ويف لينس اكيد بي مش ايه. طب اللي بعده بيقول لك اكتر غاز بيعمل مشاكل في البيئه وممكن نقلله بالبلانتنج. بلانتنج يعني نزرع نباتات نتخلص من الغاز ده، اكيد الCO2. الCO2 لو زرعت نبات هيسحبه ويطلع اكسجين، الباقيين كلهم النبات مش هيسحبهم، انا عايز الحاجه اللي بتتعالج بالبلانتنج.
طب اللي بعده بيقول لك لو بصينا على الرسمه اللي قدامك ده نسبه الكربون دايوكسيد عبر السنين. لنا الكربون دايوكسيد، لا ده سوري، ده الايس كاب. الايس كاب يعني كميه التلج اللي في القطبين بتقل مع الزمن. معنى ان التلج اللي في القطبين بيقل يبقى السبب بده ايه؟ جلوبال وورمنج، عمال يقلل التلج اللي عنده قطبين. سهله. طب اللي بعده بيقول لك في الهواء N2O2 لو كلهم فوتون. حد عارف يا جماعه يعني ايه كلمه فوتون؟ كلمه فوتون يا جماعه جاي من الشمس، يعني الكترون ضوئي. مش الشمس بتبعت ضوء، الضوء ده عباره عن الكترونات. الالكترون اللي جاي من الشمس ممكن اسميه الكترون بينور او فوتون. طب لو الطاقه بتاعت الالكترون اللي جايه من الشمس خبطت في الاكسجين هتكسره تخليه او، والاو سينك اللي يمسك في اكسجين يعمل اوزون. لو خبطت في النيتروجين برضه بتكسره. اوعى تنسى طاقه الشمس ممكن تكسر اكسجين ونيتروجين. دي في الاسئله مهمه، احنا عارفين كلنا الاكسجين وافتكر معاها النيتروجين. طب تعال نفكر. عشان تكسر لازم تكون طاقتها عاليه، انرشيا عاليه، يبقى لازم يكون الويف صغننه، شورتر سان اصغر من 240. طب قول لي الالترا فايلوت رغم ان هي وحشه بس ليها استخدامات عندنا بنستخدمها في تعقيم الادوات الجراحيه. المشرط بتاع الدكتور بندخله في حاجه زي الميكروويف بتطلع يو في لايت تشيل اي ميكروب. لو كده اقول لك بتعمل ايه؟ قول لي كل الميكروب. وبنستخدمها في البنك نوت نناسي اليو في على الفلوس. لو اليو في ما عدتش يبقى فلوس اصليه، لو اليو في عدت من الفلوس تبقى فلوس مصوره، يبقى ده استخدام اليو في. طب قول لي لما بكسر الاكسجين بنور الشمس بيطلع اكيد او 2 اكسجين سنكل. طب تكوين الاوزون بيجي لما اسحب فوتون، الطاقه بتاعته او الويف بتاعته قد ايه؟ طبعا فوتون يعني الكترون بينور بطاقه عاليه، يعني بويف قليله اقل من 240. اختار حاجه اقل من 240. والله يا دكتور هو كله يمشي اقل من 240 بس دي ادق واحده من 200 ل 240. ماشي. طب قول لي which of the following ويف لينس بيعمل فوتو ديسوسيشن للاكسجين. عايز اكسر اكسجين فهجيب ويف لينس اقل من 240. اقل من 240 يبقى دي اصح. طب الرسمه اللي وراها دي اكسجين O2 كسرناهم بقت كل وقايه لوحدها. تكسير الاكسجين اسمه فوتو ديسوسيشن. طب اللي بعده التيتوريوريشن يعني التآكل التتريكي لطبقه الاوزون اسمه ديبليشن، استنزاف الاوزون. طب السي اف سي بيطلع منين؟ من التلاجة والتكييف اللي هي الادوات الصناعيه. طب دكتور الاكسجين والنيتروجين لما يجيلهم فوتون 140 يعني ويف صغيره يعني طاقه عاليه هيقوم مكسرهم، فيقوم مكسر الاثنين. قلنا الاثنين بيتكسروا مش الاكسجين بس. طب اللي بعده بيقول لك لو ده الفيسيبل لايت، الفيسيبل قبليه اليو في لايت. اليو في لايت مقسمينها A B C. مين اعلى طاقه في اليو في لايت؟ اليو في لايت الكترونات كل واحد عنده طاقه. طبعا احنا عارفين ان كل ما بمشي كده الطاقه بتقل، فاكيد ده هو اعلى انرجي، ثم ده طاقته عاليه، ثم ده طاقته عاليه. ده الطاقه الطبيعيه اللي احنا بنستخدمها. فاعلى طاقه في اليو في سي اللي هي نوع كده من الالكترونات طاقتهم عاليه قوي. فبيقول لك الفوتو ديسوسيشن مين اللي بيكسر؟ اكيد اليو في سي وبطاقه عاليه. بص بقى السؤال اللي وراه ده تركايه حلوه. قول لي يا صديقي الاوزون بيمنع ايه في دول؟ هو الاوزون يا جماعه بيمنع، الاوزون بيبقى موجود هنا، يقدر يمنع اليو في سي الخطيره كلها وحبه من اليو في بي، عشان اليو في بي كلها برضو عندها الكترونات بطاقه عاليه، فهو بيمنع اليو في سي وحته من اليو في بي. طيب يا دكتور بعد كده دخلنا على طبقات الهواء. فاكرين الهواء كان كام طبقه؟ كان 5 طبقات، افكرك فيهم بالسريع ونحل عليهم. يلا. اول طبقه في الهواء فوق كان اسمها الاكسو سفير، كان ارتفاعها فوق الارض لحد 1000 كيلومتر، بس هي كلها كانت 300. طب استنى يا دكتور، لما يكون معايا ادي الارض كلها 1000 كيلومتر، فاخرها ال 1000 كيلومتر دول هتلاقي الطبقه الاخيره اللي اسمها اكسوسفير. طب لو هي كلها على بعض مقاسها 300 يبقى هي بتبدا من كام؟ من 700. عشان تبقى 700 ل 1000 يبقى مشينا 300. طبعا فوق كنا قايلين كل ما بنطلع فوق قوي طبقه الاكسوسفير بعيده قوي عن الارض فالجرافيتي فيها قليله. طب لما تكون الجاذبيه قليله بيقول لك الهواء ما بيبقاش كتير، مش تنس قوي يعني ما فيهوش كثافه، وكمان ما فيش جاذبيه فالمولكيول بتاعت الهواء بتجري بسرعه قوي، وما فيش ريسيستنس يعني ما بيخبطوش في بعض، هما بيجروا بسرعه.
فالطبقه دي مناسبه للساتلايت وسفن الفضاء. الاقمار الصناعيه بتعوم في الاكسوسفير لان هي بتمشي من غير اي ريسيستنس والكثافيه عليها قليله، فنقدر نستخدمها بقى في الكوميونيكيشن، في الانترنت، في الجي بي اس، نستخدمها في اي حاجه الاقمار الصناعيه دي، وبنخليها تتحرك في الاكسوسفير. بعديها كان طبقه اسمها سيرموسفير. اسمها ايه؟ سيرموسفير. السيرمو دي كان اخرها 700 وهي حجمها 620، السكنس 620. طب يلا، هي السكنس بتاعها 620 واخرها 700، يبقى هي بتبدا من كام؟ من 80 ل 700، اطرح هيطلع 620. بس معلش انا عايز افكرك بمعلومه، اخر حته في الطبقه دي اسمها السيرمو بوس. فاكر اخر كل طبقه بيبقى في حاجه اسمها بوس، يعني نهايه الاكسو اكسو بوس، نهايه السيرمو سيرمو بوس، نهايه الميسو هتبقى ميسو بوس، ستراتو بوس. اخر حبه هوا في الطبقه اسمهم منطقه البوس. طب فكرني، طبقه السيرمو دي كانت طبقه حرارتها 2000. حرارتها كام؟ 2000. بنستخدمها في حاجتين. اول حاجه يا دكتور، لما بيجي نور الشمس على الاكسجين اللي فيها والنيتروجين اللي فيها بيتفككوا، بيكسرهم. ولكن الاكسجين والنيتروجين لما بيتفككوا بسبب حراره الشمس بيطلع او نيجاتيف. فاكر يا صديقي الاكسجين لما بيجي له نور الشمس ويكسره عشان اعمل اوزون كان بيطلع او. ده اتكسر بسبب النور كسر الاكسجين جاب او سنجل. انما لما الهواء يسخن قوي والاكسجين يتحلل بسبب السخونيه ما بيجيبش او، بيجيب او نيجاتيف واو نيجاتيف، يعني ايون. فبنسمي الطبقه دي ايونوسفير، بنسميها ايونوسفير. يبقى السيرموسفير فيها ايونز كتير بسبب الايونز اللي بتتحلل سواء نيتروجين او اكسجين، فنسميها ايونوسفير. طب الايون دي بيبقى عليها نيجاتيف تشارج، عليها كهرباء. فدي بتعمل حاجتين، اول حاجه بستخدمها في الراديو ويف. ايه الراديو ويف ده؟ ابعت الكترون من الموبايل بتاعي يخبط في الايون النيجاتيف اللي فوق ويرجع لي تاني. فلو انا معايا موبايل وقلت الو، ابعت الكترون، الالكترون ده يطلع فوق يخبط في الايونز اللي في الايونوسفير ويقوم راجع لي تاني لموبايل صاحبي، فاقول له الو يسمعها. بشرط ان قوة الالكترون او طاقة الالكترون اللي انا ببعتها عشان تخبط وترجع ما تزيدش عن 30 ميجا هرتز. اقل من 30، اقل من 30 مش اكتر، اوعى تنسى. لازم الالكترون يبقى ماشي بسرعه اقل من 30 عشان لما يخبط في الايون يرجع. طب لو ماشي بسرعه اعلى من 30 هتلاقي الالكترون كمل وشرخ اللي فوق ما رجعش. فده اول استخدام للسيرموسفير، بستخدمها في الراديو ويفز. تاني استخدام في الاورورا. حد فاكر يعني ايه الاورورا؟ افكرك حبيبي، لما كان بيجي من الشمس الكترونات الشمس مش بنسميها الكترون، يا اما تسميها فوتون يعني الكترونات ضوئيه، يا اما ممكن تسميها بارتيكلز. فوتونز او بارتيكلز يعني حاجات صغيره قوي قوي كده من الشمس. الايونز دي بيبقى عليها نيجاتيف، لما تيجي وتلاقي في ايونات نيجاتيف بيبداوا يسقوا بعض ويروحوا عند القطبين. ليه يا دكتور عند القطبين؟ عشان خلاص بقى ايون في ايون، نيجاتيف في نيجاتيف، عملوا ريبالشن، فالايونز والالكترونز بتتحرك عند القطبين. كده كده عند القطبين يا جماعه بتاعت الارض بيكون في حاجه اسمها ماجنتيك فيلد، يعني زي مغناطيس كده بيشدها. فلما الالكترونات والايونز يتحركوا عند القطبين، عند القطبين التانيه سقع. طب دكتور الالكترونات اللي جايه من الشمس طاقتها عاليه، لما سقعها بتبدا تفقد حبه من طاقتها. طب الالكترون لما يفقد طاقه يطلع نور، ما هو الكترون ضوئي فوتون جاي من الشمس. لما بيفقد طاقه بيطلع نور، النور بتاع الالكترون ده بيبان في السماء في صوره الوان مميزه قوي، لمعه قوي، نسميها احنا الاورورا. وصلت؟ ماشي يا صديقي. طيب الطبقه الثالثه كان اسمها الميسوسفير. دي كان درجه حرارتها اسقع طبقه نيجاتيف 93. اسخن طبقه السيرمو 2000. اسقع طبقه الميسو نيجاتيف 93. دي يا دكتور بتبقى كلها على بعض 30 كيلو، فهي كلها 30، فبتبدا من 50 لحد 80 يعني. ودي بتكسر الميتيرو نتيجه الفريكشن. لو في نيسك واقع من الفضاء، نيسك اللي هي الميتيرو، يحتك بالهواء فالنيسك يتاكل ما يوصلناش. الطبقه بقى اللي قبل الاخيره كان اسمها الاستراتوسفير. دي بقى بتبدا من 10 لحد 50 يعني كلها 40. بتبدا من 10 لحد 50 فكلها بتبقى 40. اوكي. طبقه الاستراتو فيها حاجتين مميزين. طبقه الاستراتو اول 20 كيلو متر فيها بيكون الهواء ماشي هوريزونتال
يعني بالعرض كده، فبنستخدمها في حركه الطيران، لان اول 20 كيلومتر الهواء بيبقى ماشي سموث قوي، بنستخدمها في حركه الطيران، ماشي هوريزونتال للهواء، فبيساعد ان الطياره تتحرك. وبيكون الحراره في ال 20 كيلومتر دول نيجاتيف 60. نيجاتيف كام؟ 60. ساقعه قوي، بس موتور الطياره يستحمل. طب دكتور، طبقه الاستراتو تي 40، حجمها 40 كيلومتر من 10 ل 50. طب اول 20 منها فيهم طيارات والهواء ناعم. طب ال 20 متر الكيلومتر التانيين هي 40، خلصنا اول 20. ال 20 اللي وراهم بتلاقي فيهم خاسل الاوزون اللي بيسحب حراره الشمس فيسخن. فكده اول 20 كيلومتر حرارتهم نيجاتيف 60. بعد كده هتلاقي الاوزون يسحب حراره الشمس يسخن قوي، فالحراره تعلى من نيجاتيف 60 لصفر. من نيجاتيف 60 لكام؟ لصفر. اخر طبقه بقى التروبوسفير، دي كلها بيبقى تقريبا 10 كيلو متر فوق الارض، بس ممكن تنكمش عند القطبين لما الهواء يسقع وينكمش تبقى 8 كيلو. عند خط الاستواء في الحر ممكن تتمدد تبقى 18 كيلو، بس المتوسط 10. دكتور، والهواء بتاعها لما بيسخن بيطلع لفوق ويعمل كونفكشن كارنت. طب دكتور، كان في ملاحظه بقى في الطبقه دي، حرارتها تحت عند الارض بتبدا تقريبا من 15 درجه، وكل ما بطلع 1000 متر يعني 1 كيلو بلاقي الحراره قلت 6 درجات ونص. اوعى تنساها، كل ما اطلع 1000 متر الحراره بتقل 6 درجات ونص. ودي بقى بتيجي كتير قوي في المقالي. ليه في طبقه التروبو كل ما بطلع الحراره بتقل؟ طبعا لان كل ما بطلع الجاذبيه والبريشر بيقلوا. طب لما الجاذبيه تقل المولكيول تتحرك اسرع فطاقتها تخلص. لما طاقتها تخلص يبقى التمبريتشر بتاعتها قلت. يبقى انا كل ما بطلع فوق الضغط والجاذبيه بيقلوا. طب لما الجاذبيه يقلوا المولكيول يتحرك بسرعه فطاقته تستهلك. لما طاقته تستهلك هلاقي حرارته قلت، وكل ما اطلع 1000 تقل الحراره 6 درجات ونص. طيب، مين اللي بيبقى فيه رياح قويه؟ هل الرياح القويه بتعمل تغيرات في الطقس؟ طبعا بتعمل تغيرات في الطقس. يعني الرياح بتعمل تغيرات في الطقس، واقول لك قصه مين اللي بيجيب رياح قويه. طب الجراف ده تعال نفتكره. الاوزون كان بيبدا من 10 لحد 55، بس كان معظمه من عند 15 ل 35. فتلاقي معظم الاوزون من 15 ل 35 وبعد كده يقل. فدي معظم الاوزون، اوعى تكون ناسيها. طب دكتور، درجات الحراره، طبعا التروبو بتبقى 15 تقريبا. كل ما اطلع 1000 كيلو متر 1000 متر الحراره بتقل لحد ما تبقى نيجاتيف 60. نخش على الطبقه الثانيه، اول ما تخش عليها مفيش مشكله. اول 20 كيلو متر كده كده الحراره بتبقى نيجاتيف 60، ثم بسبب وجود الاوزون اللي بيسحب حراره الشمس الدرجه تعلى. طب بعد الدرجه ما عاليه تخش بقى على الميسو. الميسو دي يا دكتور ايه؟ بتاعت النياسك، حرارتها بتبقى نيجاتيف 93. بعد كده تخش على السيرمو وحرارتها بتوصل ل 2000. اوكي ماشي يا دكتوره، احنا كده افتكرنا كل طبقات الاتموسفير. نحل بقى شويه، يلا. بيقول لك في الشكل اللي قدامك الطبقه واي دي الطبقه الثانيه اللي هي الاستراتو. كل ما بطلع، هو المفروض الاول الحراره بتبقى نيجاتيف 60 في الاستراتو في اول 20 كيلو متر، وبعد كده بتلاقي اوزون فالحراره بتعلى. فهي المفروض كل ما اطلع بتبقى ثابته في الاول وبعد كده بتعلى. طيب، في التروبو وفي الاستراتو وفي الميسوسفير مين اعلى طبقه عليها ضغط؟ طبعا التروبو تحت، الهواء كله بيضغط عليها فتي اعلى ضغط. الاستراتو ضغط اقل، الميسو ضغط اقل، السيرمو ضغط اقل، الاكسو ضغط ما فيش خالص. فكده الضغط بتاع التروبو اعلى من الاستراتو، اعلى من الميسو. السؤال اللي بعده يا صديقي بيقول لك which of the following بيعبر عن التروبوسفير. طبعا لو ده خط الاستواء، عارفين ان التروبوسفير بيبقى 10 بس بتقل ل 8 وتعلى ل 18 على حسب الحراره. فعند خط الاستواء الحراره بتبقى عاليه، فطبقه التروبوسفير بتتمدد ممكن توصل ل 18. عند القطبين بتكش بتبقى 8. فهي دي الاجابه الصح. طب اللي بعده بيقول لك ايه الرسمه في طول اللي صح؟ طب تعال نفكر. في طبقه كاتب لي عليها الايونوسفير والتانيه فيها ساتلايت، ماشي. بتاعت الايونوسفير عشان الشعاع يروح ويرجع لازم يمشي بسرعه اقل من 30 ميجا هرتز، يعني 20 تمشي. واللي يروح للساتلايت يبقى 1000 ميجا هرتز. يبقى هي دي اللي صح. طبعا ما ينفعش اختار اول رسمه اللي هي دكتور، لان اكيد مش هبعت 1000 للايونو، مش هبعت 1000 للايونو، واكيد الاتنين مش هيروحوا لنفس الطبقه. لازم واحده تروح ام 20 تروح للايونو، واللي اعلى تروح للاكسوسفير. طب اللي بعده بيقول لك معاك
4 مناطق على الارض ماشي، كلهم في هوريزونتال ليفل ماشي، الضغط بتاعهم اكس اكبر من 6 اكبر من كي اكبر من واي، اوكي. مين اللي فيها تملي ستورم ورينز؟ مين اللي فيها اعاصير وامطار؟ طبعا يا جماعه خلينا متفقين، المنطقه اللي فيها اعاصير وامطار هي المنطقه مولو بريشر. تقول لي عرفت منين؟ افكرك. بص يا حبيب قلبي، لو انت افترضت ان دي الارض وادي القطب الشمالي وادي خط الاستواء، عند خط الاستواء درجه الحراره بتبقى عاليه، فالهواء بيسخن، فالهواء السخن بيطلع لفوق. عند القطبين الحراره قليله، فالهواء بيسقع، فالهواء الساقع ينزل لتحت. طب الهواء اللي طلع لفوق اكيد مش هنسيب مكانه فاضي، فيبدا يا دكتور الهواء الساقع يحل محله. طب والهواء اللي نزل لتحت يبدا اللي فوق يحل محله. انت بتبقى قاعد فين؟ انت بتبقى قاعد هنا، تلاقي فيه هواء جايلك من عند القطبين لخط الاستواء. ده اللي احنا كنا بنسميه الرياح. ما هي الرياح حركه من البولس الى خط الاستواء. طب دكتور بقى تعال نفكر كده، الهواء والرياح والاعاصير، ما هو لو الهواء ده جاي جامد هيعمل لك ستور، فالستورم عاده بيحصل عند المنطقه اللي حرارتها عاليه، فالهواء طلع لفوق وبقيت لو بريشر. ما هو لو بريشر يعني ما فيش حاجه بتضغط، هو الهواء طلع لفوق ما بقاش بيضغط. فكده يا دكتور المنطقه ام لو بريشر هي اللي بيبقى فيها تملي رياح وامطار. حتى انا كاتبها لك اهي، صح ولا غلط؟ المنطقه ام هاي بريشر زي القطبين اللي الهواء بينزل يضغط علينا بتبقى ستيبل، انما ام لو بريشر اللي الهواء بيطلع ويجي هواء تاني مكانه دي بيبقى فيها رياح. الجمله دي صحيحه. طب الأسون بيمتد من كام لكام؟ احنا عارفين الأسون من 10 ل 55. طب أقرب أرقام هنا تمشي من 10 ل 55. هنمشيها من 20 ل 40. دي المنطقة اللي بيبقى فيها الأسون موجود بكمية كبيرة قوي قوي قوي، يعني اللي هي عارفين معظم الأسون من 15 ل 35، فدي أكتر منطقة ممكن تلاقي فيها أسون لو جت تحلوها كده. طب اللي بعده بيقول لك لو الحرارة عند قاع جبل 20 درجة، تعرف تقول لي الحرارة لو طلعنا 4000 متر هتبقى كام؟ دي مسألة تعال نفكر فيها. بص يا دكتور، احنا عارفين كل ما بنطلع 1000 متر الحرارة بتقل 6 درجات ونص. طب دكتور احنا هنا طلعنا 4000 متر، يبقى المفروض الحرارة تقل كام؟ يلا كروس مالتيبليكيشن، 4000 في 6 ونص على 1000 يطلع 26. فكده المفروض يا دكتور لو انا كل ما بطلع 1000 متر الحرارة بتقل 6 درجات ونص، فكده يا دكتور المفروض الحرارة تحت كانت 20، فوق الجبل المفروض الحرارة تقل 26 درجة. يا نهار اسود، تقل 26 درجة. طب كده هتبقى كام؟ هي كانت 20 تقل 26 هتبقى نيجاتيف 6. ما هي 20 قلت 26 درجة، فتقول 20 قلت 26 درجة فبقت نيجاتيف 6. الحرارة بقت نيجاتيف 6 يا جماعة فوق الجبل. ماشي. اللي بعده، احسب ارتفاع جبل لو درجة الحرارة تحت 30 وفوق بتساوي نيجاتيف 2.5. طب تعال نفكر في السؤال الرخم ده. بيقول لك درجة الحرارة تحت الجبل كانت 30 درجة. ماشي. أنا عارف إن أنا كل ما بطلع 1000 متر بتقل الحرارة 6 درجات ونص. طب دكتور كان تحت 30 بقت فوق نيجاتيف 2.5، يعني الحرارة قلت كام درجة؟ هي كانت 30 قلت فوق بقت 2.5، يبقى قلت 32 درجة ونص. تقول لي حسبتها ازاي؟ بص يا دكتور، في قانون اسمه التلتا تي بتساوي تي فاينل ماينس التي ستارت. طب احنا الستارت بتاعنا كان 30 وقلت بقيت فوق نيجاتيف 2.5. احسبها بقى، نيجاتيف 2.5 نيجاتيف 30 يطلع نيجاتيف 32.5. اتمنى تكون فهمت انا حسبتها ازاي. التلتا تي يا جماعه بتساوي تي فاينل ماينس تي ستارت. طب الستارت كان تحت 30 فوق بقيت نيجاتيف 2.5، يبقى الحراره قلت قد ايه؟ قلت 32 درجه ونص. فيعني كده الحراره قلت 32 درجه ونص، يبقى احنا ارتفعنا قد ايه؟
ما احنا كل ما بنطلع 1000 بتقل ل6.5. طب هي قلت 32.5، يبقى طلعنا قد ايه؟ 1000 في 32.5 اوفر 6.5. احسبها بقى على الآلة الحاسبة وشوف هتطلع لك كام. يبقى ده الارتفاع بالمتر. طب اللي بعده اتموسفير لاير اللي بتمتد من 80 ل 550. بص، هي اللي بتمتد من فوق ال 80 دي السيرموسفير، كان 10، بعد كده الاستراتو نوصل لحد 50، الميسو نوصل لحد 80، بعد كده بقى السيرمو من 80 لحد 700. طب يبقى الطبقه دي بتاعت السيرموسفير او بيسموها الايونوسفير. السؤال اللي بعده بيقول لك وين بيرسون نزل بباراشوت It was found إن الحرارة اتغيرت 13 درجة ما بين لما نط لحد لما وصل لسطح البحر مثلا. فالحرارة اتغيرت 13 درجة. تعرف تقول لي الارتفاع اللي نزل من عنده؟ برضه سهلة يا دكتور. هو الحرارة اتغيرت 13 درجة. طيب احنا كل 1000 متر الحرارة بتقل 6 درجات ونص. ده الحرارة اتغيرت معاه 13 درجة. يبقى هو كان ناطط من ارتفاع قد ايه؟ كروس مالتيبليكيشن عاديه جدا يعني. 1000 في 13 على 6.5 تيك يطلع تقريبا 2000 يعني، على حد حساباتي يعني. سهله. طب ايه اللي بعده يا صديقي؟ بيقول لك لو كانت درجه الحراره في مكان معين على سطح الارض 78 فهرنهايت، طلعنا 2000 متر، تعرف تقول لي الحراره هتبقى كام؟ يا نهار اسكت. طب استنى بقى عشان دي محتاجه لخبطيطه شويه. احنا عارفين كل ما بنطلع 1000 متر الحراره بتقل 6 درجات ونص سيليسيوس، اللي هي كام على فهرنهايت؟ ما انا كده مش عارف احسبها. طب دكتور احنا الحراره 78 فهرنهايت، احنا عارفين انها بتقل 6.5 سيليسيوس، فانا هعمل ايه؟ هحول الحراره دي الاول لسيليسيوس عشان احسب، وبعد كده ارجع احولها لفهرنهايت. طب تعالى نحسب. انتوا فاكرين فهرنهايت كانت بتساوي 1.8 سيليسيوس زائد 32. طب حراره 78 فهرنهايت تساوي 1.8 سيليسيوس زائد 32. اواتي ال 32 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 1.8 سيليسيوس بيساوي كام؟ 6 4 1.8. يبقى سيليسيوس هقسم بقى على 1.8، 46 على 1.8 تبقى كام؟ استنى احسبها. 46 على 1.8 يبقى 20 3 تقريبا هيطلع ب 30 تقريبا يعني، على ما اعتقد يا 30 يا 300. 30 ماشي. يبقى الحراره كانت 30 سيليسيوس. فكده يا صديقي بيقول لك لو درجه الحراره على سطح الارض 30 سيليسيوس واحنا طلعنا 2000 متر، يبقى الحراره هتبقى كام؟ طب استنى، احنا طلعنا 2000 متر، المفروض يا دكتور في ال 2000 متر الحراره تقل كام؟ اعمل كروس مالتيبليكيشن كده، يبقى 13. المفروض الحراره تقل 13 درجه. طب يا دكتور هي الحراره كانت 30 سيليسيوس، لما تقل 13 درجه هتبقى كام؟ هتبقى 17 درجه سيليسيوس. فالمفروض الحراره فوق الجبل بقت 17. هو بقى مش عايزها 17 سيليسيوس، هو عايزها بالفهرنهايت. تقول لي بسيط، الفهرنهايت 1.8 سيليسيوس زائد 32. طب دكتور الحراره فوق بقت 17، قول 1.8 في 17 زائد 32. 1.8 في 17 زائد 32 احسبها هتطلع بالفهرنهايت، اختارها. ماشي كده احنا خلصنا شويه افكار لطيفه. تعال بقى نفتكر علاقه الاتموسفير بدرجه الحراره. بص يا صديقي، احنا كنا قايلين ان لازم كل شويه نقيس درجه الحراره، بنقيسها ازاي؟ بالترمومتر. وكان في مترولوجيكال اورجانيزيشن، يعني مترولوجيكال يعني وسر منظمات الطقس. ليه بتحب تقيس الحراره كل شويه؟ عشان تقارن الحراره بالسنين اللي فاتت علشان تشوف الاحتباس الحراري، وتقارنها منطقه بمنطقه، منطقه سخنه ومنطقه ساقعه. الرياح بتيجي من الساقع للسخن، من الهاي بريشر لللو بريشر، فتعرف اتجاه الرياح. طب دكتور عشان الشمس تدي اشعه قويه تخلي الارض تسخن بسرعه، لازم الانجل بتاعت الشمس تقع فيرتيكال او بيربنديكولار. لو الشمس نزلت على الارض مايله هيحصل لها ريفلكت.
طب عشان بقى اشعه الشمس لما تيجي للارض الارض تمتصها، كانت الارض بتمتص الحراره على 3 مراحل. روتيشن يعني ايه؟ يعني شعاع السولار انيرشي يوصل للارض، فده اسمه اشعاع. وقلنا شعاع الشمس اسمه الكترومagnetic ويف. ماجنتيك يعني زي المغناطيس، بيعدي في الفراغ عادي، يعدي في السبيس يوصل للارض، يعدي في الاتموسفير عادي، ما يفرقش معاه. طب لما شعاع الالكترونات يوصل للارض، الارض بتبدا تسخن. طب ايه اللي بيسخن في الارض؟ المعادن بتاعت الارض. فلما معادن الارض بتسخن بتعمل كوندكشن. كوندكشن يعني توصيل. يعني الارض كلها مواد سوليد، معادن الارض. لما معادن الارض تسخن تبدا الحراره تتوسع على كل المعادن، فالارض كلها تسخن. وقلنا يا جماعه ان الارض فيها مواد جود كونتاكتور وباد كونتاكتور، تسخن بسرعه وتسخن بالراحه. المهم المواد اللي بتسخن في الارض اللي هي معادن الارض تمتص الحراره وتوصلها بقى لبعض، فتلاقي الارض كلها سخنت. طب دكتور لما الارض كلها تسخن يبدا الهواء على سطح الارض والميه، الليكويد والكاس، يبدا الهواء يسحب الحراره من الارض ويطلع لفوق، ده اسمه كونفكشن. وكمان الميه، يعني يا دكتور لو دي الارض مثلا وفي هنا في بحر والارض سخنت، هتلاقي الميه عماله تطلع وتنزل بتتقلب فوران يعني. يعني عارف لما تسخن كوبايه شاي تلاقي الميه بتغلي، طالعه نازله طالعه نازله، ده اسمه كونفكشن برضه. وحركه الكونفكشن تنطبق على الهواء وعلى الميه. طب يا دكتور فتلاقي مثلا الهواء السخن يطلع لفوق والهواء الساقع ينزل محله، او تلاقي الميه في القعر برات الشاي او في قعر المحيط بتسخن تطلع لفوق والميه الساقعه تنزل مكانها. وقلنا يا جماعه لما الهواء بيسخن ويطلع لفوق بيحصل حاجه اسمها سيرمال فلايت، يعني الهواء السخن اللي طالع بيشيل الطيور معاه. طب قول لي، حركه الطيور من غير ما ترفرف بجناحاتها ده بيعتمد على ايه؟ على ارتفاع الهواء الورم بسبب الكونفكشن. ايوه، الهواء السخن يطلع لفوق فيشيل الطيور معاه. اللي بعده يا دكتور بيقول لك لو معاك بالونه طايره في الهواء، بالونه، قول لي الريشيو ما بين التنستي جوه البالونه وبره البالونه. يا عم سهله، هو مش الحاجه لما بتسخن بتطلع لفوق ليه؟ لانها بتبقى خفيفه، فاكيد البالونه ما دام طالعه لفوق يبقى لو تنستي، والهواء بيبقى هاي تنستي، فالبالونه بتبقى لو تنستي بتطلع لفوق. فلو قسمت رقم صغير على رقم كبير هيطلع الريشيو لسان 1. طب اللي بعده مديك صوره لبراد شاي وبيقول لك معانا نقطه اكس وواي وست. طب تعالى نكبر. ادي البراد واحنا بنسخنه، ادي نقطه اكس دي مشاوره على المعدن. اي حاجه سوليد او معادن بتعمل كونتاكت. فلما المعدن سخن بدات الميه اللي جوه تسخن. طب الميه السخنه هتطلع لفوق، الميه اللي على الوش ما سخنتش تنزل لتحت. حركه الميه دي اسمها كونفكشن. طب لما الميه سخنت الهواء بدا هو كمان يسحب الحراره يطلع لفوق والهواء الساقع ينزل لتحت. حركه تبادل الهواء كونفكشن، يبقى كونتاكت كونفكت. دي العمليه اللي حصلت. اكس اهي، واي الميه، ست الهواء، وصفناهم. طب دكتور تاثير الحراره على الكائنات الحيه، كانوا واخدين 3 امثله على 3 كائنات حيه مهمين بيجوا في الامتحانات كتير، بنشوف ازاي بيتاقلموا على الحراره. كان اول كائن يا معلم النباتات، او هم 4 كائنات مش 3. النباتات يا جماعه بتتاقلم على الحراره ازاي؟ النباتات تتزرع في الصيف، نباتات تتزرع في الشتاء. طب الفرق ما بين الصيف والشتاء حراره 25، اقل من 25 يبقى شتاء، اعلى من 25 يبقى صيف. طب دكتور القمح كان بيتزرع في الشتاء، القوطه اللي كانت مكنونه بتتزرع في الشتاء وفي الصيف من نيجاتيف 21 او تقل يعني سوري لحد 21 ل 30، فبتتزرع اقل من 25 في الشتاء واعلى من 25 في الصيف، فالقوطه شغاله على طول. بعد كده دخلنا على 3 حيوانات. الوود فروج دي الضفدعه اللي بتعيش فين؟ في الشمال، ضفدعه في الشمال في كندا والاسكا في امريكا الشماليه. الضفدعه دي في التلج جسمها بيتكمد ليه يا دكتور؟ من السقعه بيتكون عليها تلج فتلاقي جسمها متكمد. طب هل بتموت؟ لا. تقول لي يا دكتور ده بيبقى عليها تلج وجسمها متكمد، لو مسكتها خبطتها في الترابيزه هلاقيها كانها خشب. وود فروج ازاي ما ماتتش وهي متكمده؟ كنت بقول لك لما بيجي جسمها يتكمد كانت بتعمل حاجه حلوه. الميه اللي جوه الخلايا عشان تتكمد لازم المولكيول تقرب من بعض وتلصق فتتكمد. هي عشان الميه في الخلايا ما تتكمدش كانت قبل ما يجي عليها موسم الشتاء بتحط في الخلايا بتاعتها جلوكوز. الجلوكوز ده لما تيجي الميه في الخلايا تتكمد تلاقي الجلوكوز في النص، فما تعرفش الميه في الخلايا تتكمد، فيبقى مخها واقف، قلبها واقف، كبدها واقف، الرئه واقفه، كله واقف كانها ميته.
بس الخلايا ما اتكمدتش. طب طول ما الخلايا ما اتكمدتش عشان في جلوكوز، كنا بنقول الجلوكوز ده انتي فريز ضد التكمد، ما يخليش الميه في الخليه تبقى ايس، يمنع تكوين الايس جوه الخليه. فالخلايا ما ماتتش. اول ما يخلص موسم الشتاء ويجي حبه شمس كده في الصيف والربيع وتبدا تشم نفسها، تلاقي الخلايا لسه شغاله ما اتكمدتش، فيبدا المخ يشتغل والقلب يشتغل وترجع لحياتها. كان في زيها بقى الايس فيش. الايس فيش بتعيش في الجنوب، الضفدعه في الشمال، السمكه في الجنوب. بتعيش فين يا دكتور بالظبط؟ في انتاركتيكا، القاره الجنوبيه. بس دي بقى خير الضفدعه. ليه بقى يا دكتور؟ الضفدعه لما بيجي عليها الشتاء بتعمل هيبرينيشن، يعني بيات شتوي. السمكه ما بتتكمدش خالص ولا بتنشف، بتفضل على طول بتلعب. تقول لي يا دكتور دي في القاره انتاركتيكا القطبيه الجنوبيه درجه الحراره تحت الصفر. ايوه، ما هي حركتها بتبقى بطيئه، بس عشان ما تتكمدش بتعمل ايه؟ لما تيجي الميه اللي في الخليه تتكمد تكون حاطه هي بروتين. الضفدعه بتحط جلوكوز، السمكه بروتين برضه، ده انتي فريز ما يخليش الميه تتكمد وتبقى ايس جوه الخليه، فتفضل الخليه على طول نشطه وشغاله يا دكتور. وكان فيها بقى حاجه تانية في قمه الاهميه، ما فيهاش صبغه حمراء، ما فيهاش هيموجلوبين. فاكرين الصبغه الحمراء اللي بتمسك الاكسجين علشان نتنفس؟ دي يا جماعه لما بتيجي تتنفس دي عامله سينه، بتاخد الاكسجين جاهز من الميه يخش على خياشيمها تستخدمه. لا فيها صبغه حمراء تنقل اكسجين ولا حاجه، بتاخد الاكسجين دايركت من الميه. يعني لو تفتكر كده كل الكائنات اللي في المنهج بيبقى عندها صبغه حمراء كتير. فاكر الكائنات اللي في الاعماق زي تعبان البحر، صبغه حمراء كتير. لو طلعت فوق الجبل مفيش هواء فتلاقي الصبغه الحمراء كتير. اللي عندها الصبغه الحمراء قليله هي الايس فيش بس. اخر مثال معانا التيسرد ليسرد، السحليه الصحراويه اللي بيسموها السورني تيسرد، السحليه الشوكيه. دي بتعيش فين؟ في استراليا، لا في الشمال ولا في الجنوب، دي في استراليا في نص العالم. طب دي يا دكتور بتتاقلم ازاي على الحر بتاع الصحراء؟ حاجتين، في البيهيفير بتاعها ما بتخرجش بالنهار، بتخرج بالليل لما يكونش فيه شمس. وتركيب جسمها فيه فتحات عرق، فتحات العرق بتاعتها ما بتخرجش عرق، امال بيجي عليها نقط ميه، سواء بقى حبه نتا من اللي في الهواء او ميه وقعت على الارض. لما الميه تيجي على فتحات العرق تقوم سحبها، فتحات العرق ما بتخرجش، بتدخل الميه تبعتها بقناه كده جوه جسمها تروح لبقها، فبقها يفضل تملي فيه رطوبه فما تحسش بالعطش لان بقها هايدريتد. طب دكتور من اللي احنا شرحناه، وات از مين ادابتيشن ميثود في الوود فروك؟ الوود فروك وقت الشتاء بتعمل ايه؟ والله يا دكتور كانت بتتكمد جزئيا وتعمل بيات شتوي. طب فاكر كوكب ميركوري اول كوكب في المجموعه الشمسيه ما كانش عليه حياه عشان ما فيش هواء، وحس ان ما فيش هواء فحرارته ما بتتظبطش. احنا عارفين الهواء بيسحب الحراره من الارض ويعمل كونفكشن، ده بقى حرارته ما بتتظبطش، بالنهار حرارته 400 بالليل نيجاتيف 180. طب ليه الحراره مهمه؟ عشان بتاثر في اي حاجه في الهواء، في الرياح وفي البريشر وفي اي حاجه. طب معلش تعالى نفتكر البريشر بتاع الهواء. ضغط الهواء يعني تشوف الويت على الاريا، الهواء 1000 كيلومتر بيضغط على مساحه معينه، ده اسمه ضغط الهواء. وضغط الهواء كان بيتاثر بحاجتين، بالمرتفعات، كل ما اطلع فوق الهواء بتلاقي الاكسجين بيقل والهواء بيقل اللي بيضغط عليك. على الارض تحت في 1000 كيلومتر هواء بيضغطوا عليك، طلعت فوق الجبل كميه الهواء قلت، فالضغط بيقل مع المرتفعات. تطلع مرتفعات الضغط بتاع الهواء بيقل. والحراره كل ما الحراره ما تسخن الهواء يبقى خفيف يطلع لفوق اكتر فالضغط يقل. فكل ما التمبريتشر تبقى عاليه البريشر يقل، العلاقه برضو عكسيه. طب ده يا دكتور كان بيفسر شويه حاجات بقى. الاتموسفيريك بريشر بيأثر على نسبه الاكسجين المتاحه للتنفس، ما احنا قلنا كل ما بطلع فوق الهواء بيقل. الاكسجين موجود في اول 30 كيلومتر هواء، اول 30 كيلومتر فيهم اكسجين كتير قوي. طلعت جبل اعلى من 30 كيلومتر هتلاقي الاكسجين قل، وده بيصعب التنفس قوي 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 قوي. طب دكتور ازاي ضغط الهواء بيأثر على كمية الاكسجين لو انا طالع فوق جبل؟ ما احنا قلنا لو طلعنا فوق الجبل الضغط بيقل فالاكسجين بيقل، فساعتها بتلاقي الجسم فيه صبغة حمراء كتير قوي. فاكرين الصبغة الحمراء اللي بتسحب اكسجين؟ الناس اللي فوق الجبل مش لاقيين اكسجين فصبغتهم الحمراء كتير عشان اي اكسجين يخش يسحبوه بسرعة. طب دكتور في ناس بتطلع فوق جبال، طبعا المفروض اللي عايش فوق الجبل عنده الصبغه الحمراء كتير، بس احنا مش عايشين فوق جبل. لو طلعنا فوق جبل بيحصل انفجار
بارست لشرايين الدم اللي في مناخيرنا، ننسف من مناخيرنا. ليه؟ افكرك، انت قلبك بيدق فبيسق الدم في الشرايين، فتعطي الشرايين كل ما الدم يعدي الشرايين توسع، تعدي الدم تعدي الدم تعدي الدم. طب ايه اللي يخلي الشرايين اللي في مناخيرنا لما يجي الدم يعدي فيها ما تفرقعش؟ ان الهواء ضاغط عليها. طب فوق الجبل مفيش هواء، الضغط قليل بتاع الهواء، فلما يجي القلب يعمل بوم يجي الدم يمشي في الشريان، يجي الشريان يوسع يقوم بيو مفرقع، لان مفيش ضغط عكسي، الهواء مش مسيطر على الشريان، فالشريان هيوسع براحته يقوم مفرقع. طب يا دكتور تعال نجاوب بقى الاسئله دي. الدم يعتبر كونكتيف تيشو، يعني خلايا متوصله ببعض. طب فاكرين الدم الخلايا اللي جواه كان في ريد بلاد سيل ووايت بلاد سيل، في بليتلتس او صفائح دمويه عشان لما اتعور اعمل قشره، وكان في ميه الخلايا والصفائح بيعوموا فيها اسمها ميه الدم او البلازما. يبقى ايه اللي مش موجود في الدم؟ البروتين الغريب ده ما تسمعش عنه. طب ايه اللي بيساعد في تكوين البلاد كلوت؟ بلاد كلوت يعني قشره، لما اتعور دي الصفائح الدمويه اللي بتعمل قشره. طب ضغط الدم الطبيعي من 120 على 80. طب فكروني ليه ضغط الدم بيبقى رقمين 120 على 80؟ عشان لما القلب بيدق الدم بيجي يطلع في الشريان فيوسع الشريان قوي يوصل ل 120 ملم. طب لما القلب يهدى الشريان بيلم تاني، الدم اول ما يعدي الشريان يلم، لما يلم يبقى الدايمتر بتاع الشريان 80 ملم. طب قول لي بقى مين 120 ومين 80 في الرسمتين دول؟ طبعا هنا القلب كونتراكت، لما القلب يكونتراكت يعني القلب بيقفل بيطلع الدم يجي يمشي يوسع الشريان عشان يعدي، فالشريان يوسع يبقى الضغط 120. الضغط 120 ده اسمه سيستوليك. اسمه ايه؟ سيستوليك. طب لما القلب بيريح بقى، ما هو القلب المفروض بينقبض ويستنى عقبال ما يجيله دم تاني وينقبض ويستنى. لما القلب بيجي يستنى كده القلب ريلاكس، ساعتها القلب ما بيسقش الدم فالشريان يلم. لما يجي القلب يدق يوسع الدم الشريان وبعد كده يلم. هو بيلم خلاص بقى الشريان بيوصل ل 80 ملم، نقول على الضغط دايستوليك. اوعى تنسى الاسماء. طب الرسمه اللي وراها مين في الشخصين دول عايش فوق مرتفعات؟ تعال نكبر كده، مين عايش فوق مرتفعات؟ الشكل الاول ولا تاني؟ طبعا الشكل التاني، لان ده عنده ريد بلاد سيل كتير فمحتاج صبغه كتير، يبقى الاكسجين قليل، يبقى ده عايش فوق مرتفعات. طيب اللي بعده بيقول لك الرسمه اللي قدامك نكتب الليبل الاول. طبعا واحد دي ريد بلاد سيل، نمره 2 دي يا صديقي البليتلتس اللي هي اصغر خليه في الرسمه، دي البليتلتس الصفائح الدمويه. كرات الدم البيضاء بيبقى جواها ميكروبات اهيت، واخر حاجه ميه الدم البلازما. بيقول لك الهرمونات بتعوم فين؟ اكيد في ميه الدم اللي هي البلازما. اوكي طيب تعالى بقى يا صديقي نفتكر ازاي كنا بنقيس ضغط هواء. طبعا ضغط الهواء كان فيه جهاز بيقيسه اسمه باروميتر اللي هو اللي مرسوم في الرسمه ده. ده كان عباره عن حله فيها انبوبه ومليانه ميركوري. كان ايه فكرتها؟ اديكوا فكرتها بس نفتكرها الاول وبعد كده نشوف ايه الجهاز ده. هو الجهاز المفروض ما بيبقاش كده قوي، هو الجهاز بيبقى عامل كده المفروض. انبوبه على شكل حرف اليو بنحط فيها ميركوري. طب دكتور لو حطيت ميركوري المفروض الناحيتين يبقوا قد بعض عليهم نفس الضغط، نقوم احنا قافلين ناحيه منهم والتانيه بتبقى مقفوله. هروح اقف على البحر واقوم شايل الخطا من ناحيه، فالناحيه دي مفتوحه والتانيه لسه سبتها مقفوله، شلت الخطا من ناحيه، فهنا الهواء بدا يضغط. طب فكرني لو الهواء بيضغط بقوه 1 بار اللي هي تساوي 101,300 باسكال، بتلاقي الميركوري بدا يضغط من ناحيه، فالميركوري هنا هينزل وهنا هيطلع. فاكر ضغط 1 بار يطلع الميركوري 76 سنتي. 76 سنتي ضغط 1 بار يطلع الميركوري 76 سنتي. فده كان وسيله قياس الضغط. طب دكتور لو انا بضغط مثلا بقوه نص بار هطلع الميركوري نص الارتفاع ده. فانا من الاخر لما باجي احسب بقول لك بص، هو الواحد بار او ال 101,300 باسكال بيطلعوا 76 سنتي. فلو عملت التجربه فوق جبل مثلا لقيت الميركوري طلع 50 سنتي، اكيد هعرف احسب الضغط. سهله بقى، كروس مالتيبليكيشن. طيب هل مع المرتفعات الميركوري ارتفاعه بيقل؟ صح، لان كل ما اطلع فوق الجبل الضغط بيقل، ففوق الجبل الضغط بيقل فضغط الهواء مش هيطلع 76 سم، يطلع نسبه اقل. ماشي. فكون بقى بتوع النشرات الاخباريه عملوا حاجه اسمها ويسر ماب او ميترولوجيكال ماب، خريطه الطقس. يرسموا خريطه دوله ويقعدوا يحطوا فيها خطوط ويكتبوا على كل خط اتش وال. اتش يعني ضغط عالي، ال يعني ضغط قليل، والرياح بتيجي من الضغط العالي للضغط القليل.
والخطوط اللي بيرسموها اللي بتعبر عن الضغط اسمها ايسوبار. اسمها ايه؟ ايسوبار. الخريطه دي بتعرفنا اماكن الضغط عشان نعرف اتجاه الرياح. طب بقول لك ايه، في الرسمه دي عملنا خط ايسوبار وحاطين عليه النقطه رقم 1 والنقطه رقم 2 والنقطه رقم 3. ما دام كل النقط على نفس الدايره يبقوا الضغط بتاعهم ايكوال. اوعى تنسى في الايسوبار ما دام كل النقط على الايسوبار على نفس الخط يبقى كلهم نفس الضغط. طب قول لي، في الايسوبار لما بنيجي نكتب قيمه الضغط بنكتبها بحاجه اسمها ملي بار. عارفين الملي اللي هو تصغير البار، يعني زي المتر وملي متر. الملي بار يساوي 100 نيوتن بير متر سكوير. الملي بار لو هحوله ليونت كبيره شويه، انت عارف الضغط بيتقاس بالنيوتن على المتر سكوير اللي هي الباسكال. ملي بار بتساوي 100 باسكال. ملي بار بتساوي 100 باسكال. ملي بار بتساوي 100 باسكال. الوحده دي يا جماعه اللي هي الباسكال. ملي بار بتساوي 100 باسكال. طب تعالى نحل ارخم مساله معانا في المنهج. بيقول لك لو معاك برج، القرايه بتاعت الميركوري بتاعت الباروميتر عند قاعده البرج يعني تحت اهي، وعند قمه البرج اهي. قول لي ارتفاع البرج ومديك الارت نستي والميركوري تنستي. ده سؤال رخم، نحله ازاي؟ تعال نشوف. بص يا دكتور، احنا عارفين ان كل ما اطلع 101,300 باسكال المفروض لو الضغط كده الميركوري يطلع 76 سنتي. طب احنا عند قاع بتاع ده الميركوري طلع 75 سنتي بوينت كام؟ بوينت 6. طب دكتور، معنى كده ان انا لو جيت اقول لك البريشر تحت قد ايه هتعرف تحسبه؟ اه طبعا اعرف احسبه. هقوم قايل لك 75.6 في ادي الضغط بالباسكال على 76 سنتي واقوم حاسب القيمه. طيب ده في القاع. تيجي تبص بقى على القمه بتاعت الجبل نفس الفكره، 101,300 باسكال. تقول لي يا دكتور انت ليه ما اشتغلتش بالبار؟ اقول لك يا حبيبي انا اشتغل بالبار لما هو يكون قايل لك في السؤال الضغط بالبار. ما ادكش البار يبقى انت شغال بالباسكال. طيب عند القمه الارتفاع انا حسبتهم يا دكتور وطلعت لك الارقام. يبقى ده البريشر فوق، ده البريشر تحت، وده البريشر فوق. تعرف تقول لي كده فرق البريشر ما بين فوق وتحت قد ايه؟ اطرح الرقمين من بعض، هتطرحهم هيطلع تقريبا 4532. ده البريشر، الفرق ما بينه فوق وتحت. طب هو بقى ما بيسالش على البريشر اصلا، هو بيسال على الارتفاع بتاع البرج ده. طب ثواني، احنا مش كان عندنا في قانون للبريشر بيقول لك ان البريشر يساوي رو شي اتش؟ هو عايز الارتفاع بتاع البرج، هو عايز الاتش، وانا جبت فرق الضغط ما بين فوق وتحت اللي هو ده. ويا دكتور الرو بتاعت الهواء هو مديها لنا. اه والله هو مديك الرو بتاعت الهواء، ادي ضغط الهواء 1.236 1.236 والجرافيتي احنا عارفينها 9.8. فتعرف تحسب الاتش؟ اه طبعا يا دكتور سهله. يبقى الاتش بتساوي الرقم ده اللي هو كام؟ 4 5 3 2 على ادي التنستي بتاعت الهواء وادي يا دكتور الجرافيتي، يطلع تقريبا الاتش 3 7 4 في الرينج ده. فيبقى كده ارتفاع البرج 3 7 5. اوكي، يعني بالتقريب فهمتوها كده؟ ماشي. طب اللي بعده يا صديقي بدأنا نتكلم عن الرياح. قلنا يا جماعه الرياح بيبقى سببها ايه؟ لا احنا لسه شارحين سبب الرياح. قلنا الرياح يا صديقي سببها ان بيكون يا دكتوره عندك منطقه اهي، منطقه زي خط الاستواء. فخط الاستواء يا دكتوره بيكون الحراره عاليه فالهواء بيسخن بيطلع لفوق عند قطبين الهواء الساقع بينزل لتحت، فالهواء الساقع يبدا يحل محل الهواء السخن اللي طلع لفوق. فاتجاه الرياح تملي يا جماعه بيبقى منين لفين؟ بيبقى من البولز الى خط الاستواء. فتملي الرياح دي بيسموها حتى الدكاتره بولار ويند.
رياح جايه من عند القطبين الى خط الاستواء. بس في مشكله ان الارض هنا بيبقى فيها سلسله جبال قويه جدا 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 في الشمال وفي الجنوب، فالرياح القطبيه جايه من عند القطبين لخط الاستواء. بس لما الرياح دي بتخبط في الجبل، رياح خبطت في جبل، حبه هيرجعوا حبه هيعدوا، فتلاقي حبه هوا رجعوا بيسموها رياح ويستلر عكسيه، وفي حبه قدروا يعدوا لحد خط الاستواء اهو. الرياح اللي عدت دي بيسموها رياح تجاريه. يبقى الرياح القطبيه كانت جايه خبطت في الجبل، حبه رجعوا وحبه عدوا. اللي رجعوا ويستلر واللي عدوا رياح تجاريه. قلنا عشان نقيس سرعه الرياح بنقيسها بكاس اسمه انوميتر. اسمه ايه؟ انوميتر. عامل زي المروحه كده، لما يلف بسرعه تبقى الرياح سريعه. طب في الرسمه دي يقول لي اتجاه الرياح. احنا قلنا الرياح بتمشي من هاي بريشر للو بريشر، حته هاي بريشر زي القطبين لحته لو بريشر زي خط الاستواء. طب تي هاي والتانيين لو، يبقى الرياح هتمشي كده اهي من واي لاكس ولست. طب هنا قول لي اتجاه الرياح. طب تعال نبص. ده جهاز زي بتاع قياس الضغط. هنا الضغط خلى الميركوري يطلع 76 سم، يعني الضغط 1 بار. هنا الميركوري 75 سم، يبقى الضغط اقل، يبقى تي ضغط عالي وتي ضغط قليل، يبقى الضغط هيمشي من 1 ل 2، من هاي للو بريشر. طب اللي بعته يا صديقي، قول لي اتجاه الرياح في الرسمه دي. هتبص على الارقام بقى، حاول تشوف الارقام اللي مكتوبه، لو شفتها بقى قابلني بقى. والله هي دي 1000 وحاجه عند المنطقه A، وعند المنطقه B الضغط 900 وحاجه. يعني انا شفت الارقام دي 1000 تقريبا ودي 900 في الامتحان، يعني هتتحول، بس لو على التابلت بتبان. فالرياح بتمشي من الهاي بريشر لللو بريشر، يبقى من A ل B. اللي بعده بيقول لك ما هو اتجاه الرياح التجاريه. التجاريه بيبقى فيه رياح من القطبين، حبه خبطوا رجعوا، التجاريه معديه ومكمله، فالمفروض تعديه ومكمله اخر واحده. طيب بعد كده يا صديقي بدأنا نشوف النباتات ازاي بتستحمل الرياح. قلنا النباتات عشان تستحمل الرياح لازم يبقى جواها خلايا قويه تستحمل الرياح. في كم نوع من الخلايا القويه في النبات تستحمل الرياح؟ 3 انواع خلايا: بارينكايما، كولينكايما، سكالارينكايما. مهمين قوي. البارينكايما بالونه طريه. خلايا طريه تلاقيها فين؟ خلايا سوفت، تلاقيها في الليف وفي الاستام، تلاقي ورقه شجر طريه. اي حاجه طريه، البطيخ، البطاطس، اي حاجه طريه في النبات تعرف تاكلها، دي بارينكايما. الخلايا دي خلايا عايشه وزي باقي الخلايا، فيها علبه خضراء تعمل فوتوسينسيس، فيها فاكيول تعمل ستور. بس اهم حاجه ان الخلايا دي ما بينها سبيس، فراغات. عارفين لو جبنا كور بينج بونج، كور بلالين حطيناها في كوبايه ما بتلاقيهاش لازقه، بتلاقي ما بينها فراغات. فدي ما بينها فراغات تعدي الهواء تعمل اريشن. وطب دكتور الخلايا دي ليه بتبقى طريه او سوفت؟ لان الخلايا دي الحته بتاعتها معموله من ماده اسمها سيلولوز. ده الطبيعي اصلا، اي خلايا في النبات بيبقى فيها سيل وول معمول من سيلولوز، فدي طريه. الكولينكايما بتبقى اطول وانشف. ليه بقى؟ بيبقى الحيطه بتاعتها فيها سيلولوز كتير. سيلولوز كتير يعني كانك بدل ما تبني الحيطه صف طوب عملت كذا صف طوب. وممكن يبقى سيلولوز بس، وممكن في الكولينكايما يضاف له ماده اسمها بيكتين، مش تملي متضافه بس احيانا. فدي بتخليها خلايا اقوى شويه. تلاقيها فين الكولينكايما؟ في الفين وفي الليف. عارف الفين لما تجيب ورقه شجر كده تلاقي فيها عصايه في نصها، العصايه اسمها الفين، ناشفه شويه فيها كولينكايما. واشهر حاجه فيها ستيم اخضر كده او فيها فينس، البقدونس والكركير. السكالارينكايما دي بقى الخليه السوليد الناشفه اللي هي بالبلد الخشب. بتلاقي خليه ميته، الوحيده الميته. ليه ميته؟ لان الحيطه بتاعتها بتبقى معموله من سيلولوز متضاف له ماده اسمها ليكنين. الليكنين ده ماده زي الاسمنت، طوب السليلوز عليه ماده الليكنين اسمنت. دي ماده امبرميابل، لا تسمح بمرور اي حاجه، لا في اكل بيخش الخليه ولا ميه، فالخليه بتموت. هي بس بتبقى سوليد يعني صلبه، او رشت يعني ناشفه قوي، بتعمل سبورت او سترينث، بتقوي الخليه. دي خشب يا جماعه، خشب الشجره بيبقى قوي جدا جدا. الخلايا نوعها سكالارينكايما. فدي انواع الخلايا اللي في النبات اللي بتستحمل الرياح. خلايا طريه شويه اسمها بارينكايما، خليه انشف اسمها كولينكايما، خليه ناشفه قوي اسمها سكالارينكايما. واحده فيها سيلوز يعني صف طوب واحد، واحده فيها اكسترا سيلوز كذا صف طوب، واحده فيها كذا صف طوب وعليهم لكنين تيل سوليد قوي. رسمتهم البارينكايما قلنا اهم حاجه فيها يا جماعه ان عندها سبيس، فتلاقيها مرسومه بالونه 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 ما بينهم سبيس في النص. الكولينكايما بلالين من خير سبيس، من خير مسافات.
السكالارينجايما لازم تترسم مكسمه، مكسمه ازاي يعني يا دكتور؟ مكسمه يا جماعه، مكسمه. طيب بص بقى الاسئله، بيقول لك في الرسمه دي حته من ورقه الشجر او من الستم بتاع شجره حطيناها على الميكروسكوب. طب قول لي الاول الخلايا مين فين؟ رقم 4 دي خلايا مكسمه تبقى سكالارينجايما. رقم 2 خلايا ما بينها مسافات تبقى بارينكايما. 1 خلايا ما فيش ما بينها مسافات تبقى كولينكايما. مين المسؤول عن الفنتيليشن؟ فنتيليشن يا جماعه زي اريشن، تهويه، بتعدي الهواء. مين اللي بتعدي الهواء؟ اكيد البارينكايما. طب اللي بعته مديك 3 اشكال لخلايا موجودين في النبات. خليه الحيطه بتاعتها رفيعه يبقى دي البارينكايما، فيها حيطه بس تخينه كذا صف طوب كولينكايما. طب اللي بيبقى فيها مادتين على طول سيلولوس والكنين يبقى دي السكالارينكايما انشف واحده. فبيقول لك مين اللي هلاقيها في الفين؟ الفين في كولينكايما. مين الكولينكايما؟ هي يعني المفروض رقم 2 اهي، رقم 2 ماشي. طب اللي بعده which of the following بيبقى فيه سيلولوس اونلي؟ سيلولوس اونلي يا دكتور بس سكنت، سكنت يعني تخينه، مش سيلولوس قليل، ده فيها سك تخينه كذا صف طوب كذا صف سيلولوس تبقى الكولينكايما. ماشي. ايه اللي بعده؟ بيقول لك which of the following بيسبورت النبات قوي؟ مين مسؤول عن السبورت؟ والله يا دكتور انا اختار كولينكايما وسكالارينكايما، دول انشف من البارينكايما. طب ايه اللي بعدها؟ طبعا انت عارف مين دول، خلايا ما فيش ما بينها مسافات، خلايا ما بينها مسافات، خلايا مكسمه، كولينكايما بارينكايما سكالارينكايما. مين يا دكتور اللي بيحتاجوا اكسجين وبيعملوا ريسبيريشن او حرق؟ طبعا 1 و2، لان رقم 3 دي ميته ما بتحرقش ولا تاخد اكسجين ولا حاجه. طيب يا دكتور نخش بقى على اخر موضوعات معانا كانت في هذا الشابتر، الاير بولوشن، تلوث الهواء. فكرني يا صديقي ايه اللي بيلوث الهواء؟ في حاجات طبيعيه زي البركان، وحاجات الانسان بيعملها زي دخان العربيات والمصانع. تأثير تلوث الهواء على الكلايميت يا صديقي، حصل احتباس حراري، والاحتباس الحراري ده على الارض مشكله، لان حراره الارض عماله تعلى، بيجي لها الشمس تسخنها ومش عارفين نتخلص منها. وقلنا سنه ورا سنه لما بيحصل الاحتباس الحراري ده للاسف بيقولوا لو استمر هنعيش جوه اير بابل عشان نحمي نفسنا من اشعه الشمس ومن التلوث، هنعيش جوه اكياس هواء، تبقى حواليك اكياس هواء عشان تعرف تتنفس. وعشان كده بنحاول نعمل مؤتمرات نناقش فيها مشاكل الاحتباس الحراري، عشان نعمل تسكس مناقشه ونقلل تغيرات المناخ، واهم حاجه نركز فيها الاحتباس الحراري نتخلص منه ازاي. فبنعمل كل شويه كونفرنس، مؤتمرات. تاني حاجه نتيجه تلوث الهواء اثر على صحه الانسان، امراض في الجهاز التنفسي زي الازمه التنفسيه اللي هي الربو، برونكايتس التهاب الشعب الهوائيه، والحساسيه. بيجي امراض كارديو فاسكولار، كارديو يعني قلب، امراض في القلب. في امراض في القلب نتيجه تلوث الهواء والدخان المعفن اللي بنتنفسه، ممكن يجي ستروك يعني ازمه قلبيه. في اوقات يجي كانسر، واكتر حاجتين في الهواء بيجيبوا كانسر البنزين والارسنك، مهمين، البنزين والارسنك بيجيبوا كانسر نتيجه تلوث الهواء. البنزين ده بتاع العربيات، والارسنك برضه بيطلع من دخان العربيات. وقلنا التلوث بتاع الهواء بيجيب امراض اكتر للاطفال اكتر من الكبار، لان الاطفال جسمهم لسه بيتكون فبيبوظ بسرعه. تالت حاجه في مشاكل تلوث الهواء الايكو سيستم، توازن البيئه بيتدمر، او البايوتايفرستي. مهمه قوي كلمه بايوتايفرستي، تنوع الكائنات الحيه. في كائنات بدات تنقرض من التلوث، مش عارفين يتكاثروا. ويمكن اشهر كائن هو الحشرات، وبالذات حشره مين؟ النحل. قلنا يا جماعه عدد النحل في السنين اللي فاتت قل قوي قوي قوي. ليه؟ لان خلص التلوث بتاع الهواء خلى النحل، حشرات نظيفه في التلوث مش عارفه تعيش فبدات تموت. وطبعا ما تنساش ان ثقب الاوزون عمل ذوبان للجليد عند القطبين، ففي كائنات عند القطبين بدات تنقرض. طب ازاي يا دكتور نخلص نفسنا من هذا التلوث بتاع الهواء؟ حاول تستخدم رينيوبل انرجي سورس، يعني مصادر طاقه متجدده زي طاقه الرياح والميه والطاقه الشمسيه. بلاش بنزين وفحم وبترول اللي بيطلعوا حاجات تجيب تلوث وامراض. نستخدم حاجات موفره للطاقه زي اللمبه الليد، عارف اللمبه الليد دي ما بتستهلكش طاقه كتير. وسائل المواصلات العامه نستخدم عجل مش دخان عربيات وكده. نزرع نباتات كتير عشان تاخد السي او 2 وتقلل الجلوبال وورمنج. طب دكتور ايه بقى اكتر غازات في الهواء بتجيب امراض؟ تعال افكرك. كان في 3 عائلات من الغازات تجيب امراض، غازات الكربون اللي هم الكربون دايوكسيد والكربون مونوكسيد. الكربون دايوكسيد ده معروف بيطلع منين؟ من حرق الوقود
زي السي اتش 4 اللي هو الخس الطبيعي، تيجي بتحرقه بالاكسجين، اكسجين مع خس طبيعي يطلع كربون دايوكسيد يعمل احتباس حراري. كان في خس ارخم من الكربون دايوكسيد واوحش، اوحش خس فيهم كلهم، اسمه كربون مونوكسيد سي او. ده بيسموه القاتل الصامت، بيموت من غير ما تحس بيه. ليه بقى يا دكتور؟ تعالى افكرك. ده بيطلع من الانكمبليت كومباشن من الوقود، يعني بتحرق حاجه بس انكمبليت يعني من غير اكسجين، يعني في مكان مقفول. دي بتحرق خشب او فحم او بترول او غاز طبيعي في مكان مقفول. فلما يجي الفحم يتحرق مثلا والاكسجين قليل، مش هيعمل سي او 2، هيعمل سي او بس. طب دكتور ايه ده يا دكتور؟ سي او كربون مونوكسيد، ده خاص توكسيك، ولا ليه لون ولا ليه ريحه ولا اي حاجه. بس لو انت اتنفسته هتخش على جسمك، تلاقي صبغه حمراء اسمها هيموجلوبين موجوده في كرات الدم الحمراء. الصبغه الحمراء لو لقيت الخاص ده بتتفاعل معاه، تقول لي مش الصبغه بتنقل اكسجين؟ بتتفاعل مع هذا الخاص اكتر من الاكسجين من 200 ل 250 مره. يعني لو الصبغه الحمراء مسكت او اكسجينه، تمسك قصادها من 200 ل 250 سي او. فالسي او ده يخش على الدم يعمل ايه؟ يكسر خلايا الدم، فما يبقاش فيه اكسجين، فيبقى فيه صعوبه في التنفس وارهاق والعضلات تسيب ويموت في الاخر. فده خاص مميت. طب بعد كده يا دكتور كان في شويه خاسات اسمها الان او او خاسات النيتروجين وخاسات السلفر. ان او وان او 2، اس او 2، اس او 3، نيتريك اوكسيد، نيتروجين دايوكسيد، سلفر دايوكسيد، سلفر تلايوكسيد. دول بيطلعوا منين؟ لما نيجي نحرق فحم او بترول، وبالذات بقى البترول بتاع العربيات وبنزين العربيات، ويكون البنزين مش نظيف. يقول لك احتراق الوقود اللي مش نظيف اللي فيه شوائب. المفروض الفحم يا جماعه يبقى فحم بس، احنا مطلعينه من الارض بنشيل منه النيتروجين والسلفر اللي فيه. البترول بيبقى طالع من الارض فيه حبه نيتروجين وسلفر المفروض نشيلهم. ده في الدول النظيفه بيشيلوهم، عندنا احنا بنحطهم في العربيات عادي. فالنيتروجين ده اول ما يطلع وتيجي تحرقه في العربيه، تلاقي النيتروجين يتفاعل مع الاكسجين عملوا ان او. الان او ده يكمل تفاعل مع الاكسجين يعمل ان او 2، فيطلع ان او 2 في الهواء. السلفر اللي هو الكبريت ده احنا بنطلعه من الارض، يعني يتفاعل مع الاكسجين يعمل اس او 2، يكمل تفاعل مع الاكسجين يعمل اس او 3، طبعا بس ده في وجود ضوء الشمس، يعني شمس قويه. طب دكتور ال NO2 وال SO2 وال SO3 دول بيعملوا ايه؟ على الانسان بيجيبوا امراض في الجهاز التنفسي وامراض في القلب اللي هي بالمونري ديسيس، هي ريسبيراتوري ديسيس زي الازمه القلبيه. دول يا معلم بيساعدوا في تكوين خس الاوزون. ال NO2 وال SO2 دول بيساعدوا في تكوين الاوزون. والاوزون لو اتكون يا معلم بيعمل حاجه اسمها سحابه سوداء بتموت النباتات وتقلل الفوتوسينثيس. وارخم حاجه بقى بيعملوها اسيد رين. المعادلات لازم تتحفظ، المعادلات لازم تتحفظ. SO3 لما بيتفاعل مع الميه بيعمل H2SO4. ال SO3 التخان ده يتفاعل مع ميه المطر يعمل مطره فيها H2SO4. ال NO2 لما بتتفاعل مع ميه المطره، ال NO2 لما بتتفاعل مع ميه المطره بتعمل HNO2 HNO3، نيتريك اسيد ونيترس اسيد. وممكن ال NO2 تتفاعل مع الميه مع حبه اكسجين تطلع لك HNO3 نيتريك اسيد على طول. ففي 3 معادلات يخلوك تجيب اسيد. اسيد اوله H2SO4 HNO3 HNO2. دي معادلات بتحصل عشان يكون اسيد في المطره. الاسيد ده بقى مشكلته لما بينزل على اي مبنى اثري، المباني الاثريه معموله من حاجه اسمها كالسيوم كربونات، لما بتتفاعل مع الاسيد بتتحول لكالسيوم صلفيت. ده بيبدا يتاكل ويدوب ويتحلل. الكالسيوم كربونات ده اللي موجود في الاثار بيبقى ماسك نفسه، لما تحوله لكالسيوم صلفيت بيدوب ويتحلل. تاني حاجه ان الاسيدز اللي في المطر دي بتتفاعل مع الاملاح اللي في التربه وتبوظها وتخلي التربه مش خصبه. فعشان كده العلماء بيحاولوا يعملوا زي سكرابر، يعني ترميم للاثار كل شويه عشان يتخلصوا ويفلتروا يعني الخسات الوحشه دي اللي بتاثر، ويفلتروها ويرمموا الاثار. طيب تعالى بقى نحل شويه اسئله يا دكتور. بيقول لك سموكينج في مكان مقفول، طبعا ده يعمل incomplete combustion. الانكمبليت كومباشن بيطلع السي او. السي او هيعمل ايه يا دكتور؟ طبعا هيعمل كل الحاجات دي، هيبقى في صعوبه في التنفس وهيدمر الريد بلاد سيل وهيعمل دوخه. طب دكتور which of the following يعتبر انتاج
او سبب في انتاج السي او بدل السي او 2 لو انا بحرق كيروسين. كيروسين ده نوع من البنزين في مكان مقفول. طبعا يا دكتور لو انا بحرق في مكان مقفول يبقى اكيد الاكسجين هيكون قليل، فنقص الاكسجين هيخليني مش عارف اعمل سي او 2. طب كيف ريسون الكربون مونوكسيد بيسموه السايلنت كيلر؟ تقول لي طبعا عشان دوت ملوش ريحه، ملوش طعم، ملوش لون، وبيخش يدمر خلايا الريد بلاد سيل. طب اللي بعده بيقول لك الماربل. الماربل اللي هو الرخام اللي كانوا بيعملوا بيه الحاجات الاثريه، رمزه ايه؟ اكيد هو ده الماربل يا جماعه. الاكس بيبقى CaCO3 في المعادله. طب اللي ورا بيقول لك ما هو الكاتاليست في الاكسيديشن رياكشن بتاع السلفر دايوكسيد عشان يبقى سلفر ترايوكسيد؟ فكان يا جماعه الاس او 2 لما بيجي يتحول لاس او 3 اللي بيساعده في هذا التحول؟ والله يا دكتور الكاتاليست في هذا التحول الامبيورتيز. دي معلومه كده مش في المنهج، بس بيقول لك الهواء لو في حاجات تلوث الهواء ممكن تساعد في هذا التفاعل. مواد كده ملوثه في الهواء وحشه، يعني مواد ملوثه في الهواء بتخلي السي او 2 تبقى سي او 3 مع الصن لايت طبعا. طب في الرسمه اللي قدامك بيقول لك يا دكتوره ده موتور عربيه بيولع، فقول لي اس دي عباره عن ايه؟ اس دي يا دكتور حاجه جوه الموتور خلتنا نطلع ان او. ان او يبقى دي حاجه فيها نيتروجين، نيتروجين امبيورتس. طب اللي بعده بيقول لك السكان اللي عايشين في الاوربنس اللي هي المدن الحضريه جالهم احمرار في العين. طبعا احمرار العين ده سببه ايه؟ اكيد النيتروجين اوكسايد مش السي او 2. السي او 2 تحت بس حراري، هو عاده ده نيتروجين اوكسايد نتيجه ان في احتراق للنيتروجين في العربيات. قلنا النيتروجين اوكسايد يا جماعه بتاثر على الانسان وبتعمل التهابات وحاجات كتير قوي. طب اللي بعده اكتب الليبل. ايه يدوب في الميه يطلع ايه؟ بص الكالسيوم كربونات ده بتاع الاثار اتحول لكالسيوم سلفيت يبقى اتفاعل مع اسيد H2SO4 يبقى ده SO3 مثلا، اتفاعل مع ال H2O طلع H2SO4 يتفاعل مع ال CaCO3 اللي هو الكالسيوم كربونات اللي في الاثار يطلع كالسيوم سلفيت وحبه CO2 وحبه ميه. طب اللي بعده بيقول لك الشكل اللي قدامك دي اجريكالتشر جرين هاوس، يعني صوبه زقاقيه كده. فبيقول لك الصوبه الزقاقيه دي يا جماعه شبه فكره الاحتباس الحراري، بتحبس الحراره جواها. فيقول لك تتوقع ان التمبريتشر جوه الجرين هاوس بالتمبريتشر بره اكيد هتبقى عاليه. دي يا جماعه برضو فكرتها ان نور الشمس بيخش بيسخن الحاجه، يجي الهواء يسخن ويسحب الحراره من الارض يلاقي حواليه صوبه زقاقيه ما تخليش الهواء يطلع فتفضل السخونيه جوه. اللي بعده بيقول لك مين في دول يؤدي لتكوين كربوكسي هيموجلوبين؟ بصوا الكربوكسي هيموجلوبين يعني هيموجلوبين مسك في حاجه فيها كربون اوكسايد. مين الهيموجلوبين اللي رمزه HB؟ HB ده هيموجلوبين يا جماعه. لما يمسك في الكربون مونوكسايد يبقى اسمه كربوكسي هيموجلوبين. طب اللي بعده بيقول لك في المعادله اللي قدامك، طبعا دي معادله كونا بيها الاسيد. ما دور الاكسوشين؟ هل الاكسجين بيسود البي اتش بتاع الامطار ولا ريديوسنج ايجنت ولا بص بيقولوا ان الاكسجين يا جماعه في التفاعلات بتاعه الكيمياء اسمه اوكسيدايزنج. اوكسيدايزنج يعني ايه؟ بيعمل اوكسيديشن، يعني بدل ما هي NO2 هديها اكسجين فتبقى NO3. فيقولوا الاكسجين وظيفته كاتاليست. كاتاليست يا جماعه لما الاكسجين يبقى هو الكاتاليست بنسميه اوكسيدايزنج، يعني الاكسجين دخل عمل اوكسيديشن، نوع كده من تفاعلات الكيمياء معقده. فلما يكون الاكسجين كاتاليست في تفاعل ما بنقولش عليه كاتاليست، بنقول عليه اوكسيدايزنج ايجنت، ماده عملت اوكسيديشن. طب اللي بعده بيقول لك كل الحاجات دي بتاثيرات الاسيد رين ما عدا بيطلع البيوتايفين. تعال نفكر. الاسيد رين لما بتنزل بتعمل كل ده ما عدا حاجه. هل بتعمل جراوند ليفل اوزون؟ هل بتعمل اوزون في الارض الاسيد رين؟ الصراحه لا. هي بتقلل تنوع الكائنات الحيه لانها بتبوظ التربه وبتتفاعل مع الاملاح اللي في الارض، بتشيل المواد الغذائيه زي الكالسيوم والمغنيسيوم، بتدمر معالم سياحيه بس مالهاش دعوه بالاوزون. دي اسيد رين. اخر موضوع بقى معانا يا دكتور، كان ازاي الدكاتره بيستخدموا العلم والتكنولوجيا في الحمايه بتاعه الهواء والغلاف الجوي.
قلنا اول حاجه بيبقى فيه ساتلايتس، اقمار صناعيه عليها سنسور. السنسور ده حساس، بيقعد يحس بقى بتركيز ايه؟ الغازات اللي في الهواء اللي بتعمل جلوبال وورمنج، تآكل طبقه الاوزون، السحب، الرياح، بيحس باي حاجه غريبه. غير الساتلايت بدانا نعمل محطات اسمها ويسر مونيتورنج ستيشن، محطات تتابع احوال الطقس، ودي بتتابع بقى درجه الحراره والبريشر والرطوبه والرياح وكل حاجه في الهواء. ويمكن اشهر ستيشن دي يا دكتور الستيشن اللي كانت في بريطانيا اللي اسمها مترولوجيكال اوفيس ويسر ستيشن. ليه يا دكتور؟ لان احنا لما بنتابع الحاجات اللي في الهواء بيكون هدفنا نتنبأ ان التلوث ده والخطوره بتاعه الطقس اللي عمال يبوظ ده هيأثر علينا ازاي. المكتب اللي في بريطانيا او الستيشن اللي في بريطانيا دي اللي شافت خرم الاوزون وبدأت تعمل حاجة اسمها مونتريال بروتوكول، يعني شوية اتفاقات كده ومؤتمرات قالت يا جماعة ازاي نقلل من تآكل طبقة الأوزون عشان نحافظ على هذه الطبقة. طب يبقى احنا بنستخدم ساتلايت وستيشن. تالت حاجة بقى الكلايميت موديلز اللي هي البرامج وابلكيشنز على الموبايلات حديثة تتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل. فبيقول لك دي عبارة عن شوية كمبيوتر بروجرامز تختص بالاتموسفير وبتعتمد على البيانات اللي بيجمعها الاقمار الصناعيه والستيشنز. مش قلنا في اقمار صناعيه وستيشنز؟ دول بيقعدوا يجمعوا بيانات ندخلها للحاجات اللي على الكمبيوتر، فتبدا تتنبأ بتاثير بقى انشطه الانسان زي حرق البترول والفحم، زي الديفورستيشن لما بنشيل الشجر من الغابات، بنشوف على المدى البعيد ده هيعمل ايه. فلقوا الحراره عماله ترتفع الحمد لله بثيابه الكربون دايوكسيد، وقالوا ان الاحتباس الحراري بيسود الارض تقريبا درجه ونص لدرجتين كل 10 سنين. وبدأوا يقولوا يا جماعه الامطار بعد كده هتبقى قويه جدا، مش عارف هيحصل ويسر ايفنتس، حاجات عنيفه جدا على البيئه. فبدأوا يتوقعوا. طب دكتور الهدف بتاعته كله ايه؟ مونيتورنج اند فوركاست. يعني ايه مونيتور وفوركاست؟ يعني متابعه قويه جدا على مثلا صحة الإنسان، نشوف تلوث الهواء ده هيأثر ازاي على صحة الإنسان، على الزراعة، في نباتات ينفع نزرعها ولا الفلاحين يزرعوا بطريقة مختلفة في وقت مختلف، على الإيكو سيستم. المتابعة بتاعت القصص اللي احنا شرحناها دي على الإيكو سيستم والبيانات اللي احنا جمعناها دي ساعدتنا في حاجتين. فاكر الكرة الريف اللي كانت موجودة في استراليا؟ كان في نسبة كبيرة من الكرة الريف في استراليا، دي مهمة أوي الملاحظة دي. كانت عامله بارير يعني طبقه كبيره جدا، يعني منطقه مليانه كرة الريف. كان متوقع ان هيجي موجه حاره في البحر، فكانوا قالوا لو الموجه الحاره ديت جت غالبا النباتات والكرة الريف ده كله هيموت. فراحوا عملوا ايه؟ قالوا لا، احنا الموجه الحاره دي لو موتت الكرة الريف هنلاقي الكرة الريف دي كان جواها طحالب هي كمان هتموت، ولو الطحالب ماتت الكرة الريف هتموت وهيحصل بريتشنج، يعني هتلاقيها خلاص بقى ابيضت وماتت الكرة الريف. فبدأت الحكومة تقلل التلوث عشان اي نعم الموجة الحارة هتموت بعض الطحالب وبعض الكرة الريف، فما نسوتش احنا بالتلوث ومحدش يصطاد وممنوع السياحة علشان نحافظ على الكرة الريف في الفترة دي. تاني حاجة بقى كانوا بيقولوا ان في موجة عاصفة قوية جدا وقت الميجريشن اوف البيرد، يعني هجرة الطيور المهاجرة. فلما كانوا متوقعينها ديت من فترة برضو بدأت الحكومة تقول يا جماعة ما حدش يصطاد الطيور المهاجرة في الفترة دي عشان في كتير منهم هيموت، فما ينقرضوش. بتهيألي سهلة. طب ايه اللي بعته بقى يا دكتورة؟ بيقول لك ساينتفك تيرم، قول لي الخطوط بتاعت الويسر ماب كان اسمها ايسوبار. طب بتتقاس بايه؟ بالملي بار. ماشي يا دكتور، ايه الغاز اللي ممكن يطفي شمعة؟ النيتروجين ده الاساسي. الرياح القوية اللي بتيجي على الارض البولار وايند. طب كمية الووتر فيبر اللي في الهواء ده تعريف الرطوبة. نقط المية اللي بتطلع على النبات دي كتير يا جماعة، نقط المية اللي بتطلع على سطح النبات اللي هي النتا، تيو يعني النتا. طب قول لي الحرارة في فahrenheit كام اللي تساوي 332 كلفن؟ طب استنى عشان سؤال تراسيس، 332 كلفن تساوي كام على فahrenheit؟ بص يا دكتورة، احنا عارفين ان ما كانش في قانون يحول من فahrenheit لكلفن او كلفن لفahrenheit على طول. احنا كان عندنا ان كلفن تساوي سيليسيوس زائد 273. طب هو بيقول لك معانا حرارة 323 كلفن، لو حبيت احولها لسيليسيوس تقول لي سهله، 323 وبقى تيجي الناحيه الثانيه اهي. تعرف تحسبها لي كده؟ 0.5
5.1. الحرارة اللي في السؤال 150 سيليسيوس، أنا كده حولت من كلفن لسيليسيوس. طب تعال نكمل بقى، هو عايزها بسيليسيوس ولا بفهرنهايت؟ هو عايزها يا دكتور بفهرنهايت، فأقول لك إن فهرنهايت يساوي 1.8 سيليسيوس زائد 32. طب ما احنا جبناها 150 سيليسيوس، يبقى 1.8 في 150 زائد 32. احسبها على الآلة الحاسبة هتطلع لك الدرجة فهرنهايت. فما فيش كلفن يتحول على طول لفهرنهايت، الكلفن بتجيب منه سيليسيوس والسيليسيوس تحولها لفهرنهايت. اللي بعده بيقول لك في الشكل اللي قدامك ادي درجة الحرارة وادي الارتفاع عن سطح البحر. درجة الحرارة كانت عالية وقعدت تقل. غالبا دي يا دكتور كانت التروبوسفير. بعد كده الحرارة كانت قليلة تقريبا نيجاتيف 60 وقعدت تعلى. تقريبا دي الاستراتوسفير اللي في الأول بتبقى الحرارة نيجاتيف 60 وبعد كده الأوزون يعليها. بعد كده قعدت تقل وقلت قوي. غالبا دي أسقع واحدة الميسوسفير. أدينا جبنا الطبقات من الحرارة. اللي بعده بيقول لك ازاي الايس فيش بتجيب اكسجين وهي عايشه. والله الايس فيش دي يا دكتور كانت بتعيش في الاعماق، فكان عندها مشكله اصلا ان هي جسمها ما بيحاول ما نكمتهوش، وكنا بنحط فيها بروتين يمنع الميه انها نكمت في الخلايا، وكان الخياشيم بتاعتها ما فيهاش هيموجلوبين اصلا، فكانت بتاخد الاكسجين دايركت من الميه، يعني بتسحبه على طول من غير صبغه حمراء تنقله ولا حاجه. صعبه. وبكده يا صديقي احنا خلصنا كل المراجعات بتاعتنا. عارف المراجعات طويله، اتمنى تكون سمعت اللي تقدر عليه وحليت اللي انت واقع فيه وظبطت كل الافكار يا بطل، وان شاء الله تشرفني في امتحان الترم.